المكان ده شكله من بره يبان انه اصلاحية عادية، بس في الحقيقة هو جحيم حقيقي في نظر كل شاب منحرف في البلد. اول ما تدخل هنا سواء كنت زعيم عصابة مرعب او ابن مسؤول كبير حتى، هويتك كلها بتتمسح وبتتحول لحيوان وبس. بيتعرضوا لتدريبات تعذيب بدني عنيفة طول اليوم من غير توقف، ومش مسموح لهم حتى يتكلموا كلام بني ادمين ولا ياكلوا اكل بني ادمين، مجرد اصوات خنازير، والاكل كله اكل خنازير، وكل واحد بيتسم بحرف على صدره حسب نوع الجريمة اللي عملها. كل ما الحرف كان اعلى كل ما كان التعذيب والاصلاح اقصى، ومدة الإصلاح بتفضل مكملة لحد ما يقرروا إن الشخص ده اتصلح تماماً. زي شياو تشان غسو، زعيم عصابة الشباب اللي كان مرعب حتى للشرطة، ما اعتبروهوش اتصلح غير لما بقى عاجز عقلياً، مش قادر يتحكم حتى في نفسه. كل ده حصل بسبب قانون حماية الأحداث اللي خلى نسبة جرائم الشباب في البلد تولع. المدرسين اللي حاولوا ينصحوا أو يربوا بقوا هدف للعنف، وحتى لما كانوا يضربوا أو يقتلوا حد ما كانوش حاسين بأي ذنب، لأنهم عارفين إن القانون بيحميهم ومفيش عقاب. وده عمل زمن محدش فيه من الكبار بقى يجرؤ يربي أو يصحح غلطة العيل. الكبار بقوا خايفين من الانتقام وبقوا يمشوا جنب الحيط قدام الأطفال. لكن كل ده اتغير لما هان مانسو مسك الحكم، لغى قانون حماية الأحداث وطلع قانون جديد اسمه قانون الإصلاح الخاص. أي شاب يرتكب جريمة يدخل تدريب إصلاح إجباري وما يرجعش المجتمع غير لما يتأكدوا إنه اتصلح بجد. يعني باختصار لو الكلام مش نافع الشدة هي الحل. الغريب بقى إن النهاردة الشباب دول واقفين طوابير في الملعب عشان يتبرعوا بالدم. الكبار فاكرين إنهم اتغيروا وبقوا كويسين، بس الحقيقة إن كل اللي في دماغهم شهادة التبرع، لأن الشهادة الواحدة بتتبدل ب5000 ين عند لي مانسو، وأول ما ياخدوا الشهادة بيجروا عليه يبيعوها. وده بقى شغل بطل قصتنا لي مانسو، بيشتري شهادة تبرع وكارت ب5000 ين ويديهم 10000. هو مش عايز غير الشهادة لأن قيمتها الحقيقية حوالي 12000، يعني بيكسب فرق السعر كوسيط. هو عارف كويس إن ده شغل غلط، بس مش خايف لأنه قاصر، وأقصى حاجة ممكن تحصل له مجرد إنذار. الخطر الحقيقي مش الشرطة، الخطر هو باقي العيال المنحرفة. لي مانسو كان واقف بيعد الفلوس وفجأة بيتفاجئ بركلة جامدة في وشه، هو والكرتونة بيطيروا كام متر لورا. شوية عيال منحرفة بيقربوا منه ويقولوا له باين عليك شغلك ماشي وحش اليومين دول. لي مانسو بيبص لهم وبيلعن وبيقول في نفسه إن أسوأ كابوس عنده اتحقق. العيال بتضحك وبتستهزئ بالقانون الجديد، شايفين إن الإصلاح ده كلام فاضي. في اللحظة دي الزعيم الأشقر بيولع قنابل دخان صفرة ريحتها تقرف، وبيثبت لي مانسو تحت رجله ممرمطه في العفن حرفيا، وبيقول له ما تعرفش تشارك غيرك ولا ايه؟ ولا شجاعتك دي عشان تشان غسو دخل الإصلاحية؟ وبعدها بيتف في وشه. لي مانسو بيترعش من الغضب ويزعق وبيقول له من غير تشان غسو انت ولا حاجة. الأشقر بيرد وبيقول انه عارف ان تشان غسو مرعب 100 مرة اكتر منه، بس الحظ ان تشان غسو طالع النهاردة. اول ما بيسمع الكلام ده عيون لي مانسو بتتسع من الرعب. تشان غسو كان زعيم عصابة المنطقة، وكل اللي أذاهم عذبهم عذاب فظيع، ومحدش يقدر يقول أنا ضحية، كله خايف من انتقامه، ولي مانسو واحد منهم. مجرد شكله كان كفاية يخليه يترعش. الأشقر بيستغل خوفه وبيقول له لو مش عايز يستفز تشان غسو يطلع الفلوس. لي مانسو بيمد ايده في الشنطة وبيقول ماشي، وفجأة بيطلع لهم صباعه الوسطاني. الأشقر بيولع وبيشتمه وبيضربه بركبته في بطنه، وبعدها بيكمل ضربه وهو مرمي على الأرض، وبيقول له فاكر نفسك محدش هيقف لك بعد ما تشان غسو مش موجود؟ ولسه مش مكفيه الضرب ده كله بيشوف جاروف قريب وبيقرر يربيه تربية عمره ما ينساها. واحد من اللي معاه بيحذره ويقول له يهدى عشان لو الدنيا فلتت هيروح الإصلاحية. الأشقر بيضحك ويقول مش خايف من الإصلاحية أصلا، طول ما هو عامل نفسه جامد هيطلع في أي وقت، هو بس عايز يضرب لي مانسو لحد ما يعملها على نفسه حرفيا. وقبل ما بيضرب حد بيركله من ورا، رئيس مجلس الطلبة كانغ وكونغ بيظهر ويقول العنف ممنوع هنا، وبعدها بيساعد لي مانسو انه يقوم. العيال بتعرف مين هو. الأشقر المكسور خلاص فقد عقله، بيمسك الجاروف وبيجري عليه وبيقول له النهارده هقتلكوا انتوا الاتنين وبعدها هنقل من المدرسة. كانغ وكونج بيتفادى الضربة وبيمسك كتفه وبيرميه على الأرض رمية تقيلة، وبيقول له فاكر نفسك مستعد تتحمل عواقب القتل؟ الأشقر لما بيلاقي نفسه ضعيف بينادي باقي العيال يهجموا. 3 بيهجموا عليه في نفس اللحظة، بس كلهم بيقعوا بضربة واحدة. التخين اللي لابس برتقالي بيحاول يضربه من ورا، لكن كانغ بيوطي وبيمسك دراعه وبيقلبوا عليه ويرميه على الأرض على طول، وكان مكمل ضرب لحد آخر واحد اللي بيترعب وبيستعطفه بس برضه بيتضرب.
لي مانسو بيلم شنطته وبيقول له مش انت قلت العنف ممنوع؟ كانغ بيبص له وبيضحك وبيقول له ناديني باسمي. لي مانسو بيقرب براسه في الارض وبيقول له ما بقيناش اخوات، ابعد عني، وجودك جنبي هيضرك. كانغ بيقول له مهما حصل احنا اخوات ومش هنتفرق. لي مانسو بيسكت شويه وبعدين بيقول له ارمي الساعه دي، انت متبنى من عيله غنيه، خلي شكلك يليق، حتى انا مكسوف. كانغ بيضحك وبيقول مش فارقه معايا، وبعدين ساعتي اصلا محتاجه تتغير. وهم ماشيين في الطريق لي مانسو مش قادر يطلع كانغ من دماغه. لو اللي حصل النهارده يمنعه يدخل الجامعه دي تبقى مصيبه. كانغ وكونج رئيس مجلس الطلبه وكمان داخل كليه طب مضمون. اسمه الحقيقي كان ليه هيون سو، وهو الاخ الكبير الحقيقي لمين سو من نفس الدم. من سنين اتبنته عيله غنيه، بينما لي من سو فضل في ملجأ الايتام. عشان كده هو شايف ان اخوه المفروض يبعد عنه وما يبقاش ليه اي علاقه بحياته، كل واحد يمشي في طريقه. اخوه يعيش حياته الجديده وهو يشوف طريقه ازاي يعيش ويكمل. والطريق ده بالنسبه له موجود جوه صندوق تبرعات هدوم قديم ومهمل. جوه الصندوق ده كل الفلوس اللي جمعها الفتره اللي فاتت 3,400,000 ين، ولسه محتاج 6,600,000 عشان يوصل لهدفه 10 مليون. عشان كده بيفكر يروح مدارس تانية يدور على شهادات تبرع بالدم، لأن مدرسته ما فيهاش تبرع غير كمان 3 شهور. أما بقى هو ليه مهووس بالفلوس بالطريقة دي؟ فده راجع للي حصل لما خرج من الملجأ من 2 سنين. وقتها الحكومة ادته 5 مليون مساعدة، بس بالمبلغ ده ما كانش حتى يقدر يجيب حمام يسكن فيه، وكمان باعتباره قاصر ويتيم كان صعب جدا اي حد يشغله. فعشان كده رغم انه عارف ان اللي بيعمله جريمة، بس دي الطريقة الوحيدة اللي يعرف يكسب منها فلوس بسرعة. واول ما لي من سو يخبي الفلوس بيسمع صوت وراه، فجأة الاشقر بيظهر من غير ما يحس، بيمسكه من كتفه وبيقول له تحب اقول لك حاجة حلوة؟ لو اتقفشت اي فلوس جاية من جريمة الحكومة هتصادرها. وبعدها بيفضل يضحك بصوت عالي جنب ودنه. لي من سو بيسأله هو عايز ايه بالظبط؟ الاشقر بيرد وبيقول له انه وعده يخليه يعملها على نفسه كل ما يشوفه. وفي الفصل عند كانغ وكونج الزحمه ماليه المكان جدا، والمدرس بيدخل فجأة وبيطلب منهم يهدوا، وبيقول ان عنده اعلان مهم. تشانغ سو اللي كان في الاصلاحيه رجع، وهو شايف ان تشانغ سو ندم فعلا على اللي عمله، وبيطلب من الطلبة يساعدوه يتأقلم تاني مع المدرسة. الطلبة بيبدأوا يهمسوا في سرهم، في اللي بيقول ان لو تشانغ سو سمع الكلام ده المدير هيتضرب، وفي اللي بيقول الإصلاحية طلعت ولا حاجة طالما خرج بعد 4 أسابيع. بس اللي حصل بعدها خرسهم كلهم. تشانغ سو اللي كانوا يعرفوه زعيم العصابة اللي عمل كل الشر بقى واحد قاعد على كرسي متحرك بعين فاضية، وبيزعق زي العيال الصغيرة انه عايز يعمل حمام قدام الفصل كله. البول بينزل منه. ساعتها بس الطلبة فهموا ان قانون الإصلاح الجديد مش هزار. وفي نفس الوقت عند ملجأ الأيتام الشرطة كانت حاطة شريط تحذير والناس متجمعة، في جريمة قتل حصلت. السواق بيقول لكانغ وكونج انهم غالبا هيتأخروا عن حفلة الأكاديمية النهاردة عشان الطريق واقف. كانغ بيرد وبيقول له المكان ده هو الملجأ اللي كان عايش فيه ومستحيل انه يحصل فيه حاجة. وفجأة بيلمح حاجة تخليه يفتح باب العربية في فزع. ساعة كانت واقعة على الأرض، ساعة أخوه لي من سو. قلبه بيدق بقوة، إحساس خطر رهيب بيملاه، بيزق الناس ويجري لقدام بسرعة. المنظر اللي بيشوفه بيخلي عينه تتسع من الدهشة. لي من سو مقبوض عليه ومتقيد بالأصفاد، وبحسب مادة من قانون الإصلاح هيتم إرساله لمركز الإصلاح لإدارة مشددة. وفي محكمة الأحداث المبسطة جوه المركز القاضي بيزعق فيه وبيقول له إنه ميؤوس منه ومفيش أي ندم باين عليه، وبيقول له أنت فاكر نفسك قاعد هنا ليه؟ أنت متهم بالقتل. لي من سو كان منزل راسه في الأرض وبيقول إنه ما قتلش حد، بس القاضي بيتجاهله تماما وبيطلع طوبة عليها بصماته وآثار دم ومعاها سجل بكل جرائمه. القاضي بيقول له لو الناس بتقتل عشان تنمر أو سرقة أو كره الدنيا كانت اتملت جثث، وبيقول له إنه بيعمل الجرائم لأنه ما بيثقش في الكبار وإنه لازم يتعلم يطلب مساعدة من الكبار، وبناء عليه بيصدر قرار احتجاز إصلاحي وبيتم تحويله للمركز. في الأتوبيس اللي مليان عيال مجرمين المشرفين بيبتسموا وبيطلبوا منهم يهدوا وبيقولوا إن فاضل شوية ويوصلوا. العيال مش حاسة بأي خوف، بالعكس بيشتكوا إن المكان شكله مهلهل. الأتوبيس بيدخل أعمق فبيشوفوا مجموعة بنات أجسامهم ملفتة، قلوبهم بتدق بسرعة وبيبدأوا يختاروا بعينيهم. المشرف بيزعق فيهم وبيقول لهم يهدوا شوية، ده مركز إصلاح البنات ومكانهم في الجهة التانية. لي من سو بيسند راسه على الشباك ولسه كلام القاضي عن الثقة في الكبار بيرن في ودنه. هو قال الحقيقة بس محدش صدقه. ازاي بقى يثق في الكبار؟ الأتوبيس بيوصل مركز إصلاح الأولاد. في الأول العيال بتتعالى على المشرفين، بس المنظر اللي بيشوفوه بيخلي بقهم مفتوح من الصدمة. عيال بعضلات ورسومات على جسمهم بيجروا وهم بيعيطوا وبيطلعوا أصوات حيوانات. العيال الجديدة بتضحك عليهم
لكن فجأة مشرف بيلاحظ حاجة وبيزعق الكل يقف. العيال اللي على صدورهم حروف حمراء بيقفوا في نظام تام. المشرف بيزعق تاني وبيقول احترام للمدير، تحية. الكل بيحيي في نفس اللحظة. المدير بيقول ببرود صف واحد. لي من سو اللي معاه بيستغربوا. المدير بيبتسم ابتسامة شريرة وبيقول لهم وضع الكلاب. العيال الجديدة بتضحك لكن الباقي بيخبطوا دماغهم في الأرض. المشهد حرفيا يخوف. بعض الجداد بيهمسوا وبيقولوا هو مش عارف قوانين حقوق الأحداث ولا ايه. وقتها المدير بيشاور عليهم وبيقول واضح ان في حشرات لسه مش مطيعة، وبيزعق وبيقول خنازير. أصوات خنازير بتملى المكان، وبيقول خلال 10 دقايق هحول الحشرات دي لمواشي. واحد من الجداد بيعترض وفي ثانية قبضة بتنزل في وشه. لي من سو والباقي بيتجمدوا. العيال القديمة بتزحف ناحيتهم زي ذئاب جعانة. في وقت قليل أغلبهم بيتصفى. المدير بيقول إنه عاجبه شكلهم كده، وبيقول من دلوقتي انتوا مش خنازير، انتوا خدم ومسموح لكم تتكلموا كلام بني ادمين. العيال بتقول حاضر. لي من سو بيمدد نفسه على الارض وبيمثل انه ميت. الباقي يا اما بيتهرب يا اما بيجري على المشرفين يستنجد. ابتسامات المشرفين كانت خادعة. هم كارهين العيال دي من قلبهم. العنف هو وسيلتهم الوحيدة، ضرب محسوب من غير قتل. لي من سو بيشوف كل ده، هو مش عايز يبقى قاتل ولا غيره. فجأة المدير بيقف قدامه وبيقول له الدنيا نار صح؟ انت لسه جاي وبتلعبها شطارة. لي من سو بيحاول يعتذر بس المدير بيحط رجله على وشه وبيقول له مالكش دعوة، انا بحب الفيران الشاطرة ومن دلوقتي انت فار وعايز اسمع صوت الفئران منك بس. غصب عنه لي من سو بيطيع الاوامر. مشرفين تانيين بيجوا يقولوا ان الكل اتظبط. العيال الجديدة بتتعرى وتتجبر تحترم نفسها، وبيبدأ التقييم. في الناحية التانية كانغ وكونج بيوصل بيت تشانغ سو. بيخبط كتير لكن مفيش أي رد. بيطلع مقص وبيفتح الباب. مهارته دي طبعا عنده من صغره. زمان هو وأخوه كانوا بيكسروا بيوت فاضية. أخوه يقف يراقب وهو يسرق. في 5 دقايق بيخلصوا البيت. استمروا سنين لحد ما اتقفشوا وترحلوا للملجأ. من يومها مفكرش يعمل كده تاني. بس النهاردة مش سرقة، هو بيدور على أخوه. وتشانغ سو مربوط على السرير، هو الشخص الوحيد اللي يعرف مكان مركز الإصلاح. تشانغ سو بيعيط ويقول إنه عملها على نفسه تاني. كانغ وكونج مش قادر يمنع نفسه من التساؤل ايه نوع المؤسسة الإصلاحية اللي ممكن تخليه كده. بيقولوا له وقعت من مكان عالي وضربت دماغك لكن مفيش أي إصابات أو كسور. خايف يكون في سبب تاني للحالة اللي انت فيها دلوقتي صح؟ لكن تشانغ سو دلوقتي مش قادر يفهم أي حاجة من أسئلته. كله بيعيط وبيقول إنه محتاج يروح الحمام. وهنا كانغ وكونج بيضرب راسه بكفه. بالنسبة ليه كانت 4 أسابيع بس، لكنه مش عارف أخوه إمتى هيطلع، فبيسارع يجاوب على أسئلته. كانغ وكونج قلق جدا دلوقتي عشان تشانغ سو الشرير بقى كده في 4 أسابيع بس. مش قادر يتخيل أخوه هيكون في أي حالة لما يطلع. لكن تشانغ دلوقتي بقى غبي عقليا، مش هيرد خالص. كله إحساس بالألم وبيقرر إنه غلط ووقف الضرب عليه. كانغ وكونج اكتشف فعلا ان الراجل بقى عقله متعطل وكمل اسئلته كانت مضيعة للوقت. لكن فجأة لاحظ حاجة على تشانغو، لقى علامة تقييم مكتوبة على صدر تشانغ سو، والعلامة دي هي اللي كل المراهقين المجرمين بياخدوها بعد ما يدخلوا المؤسسة الإصلاحية. المدير بيدي التقييم ده حسب شدة قضية كل شاب. المدير بيفحص المجموعة وبيكتشف ان الدفعة دي كلها شخصيات تافهة، لكن فجأة بيكتشف حد مختلف وهو لي مانسو. بيقف متحمس وبيقول كنت متأكد ان عيني مش هتغش. مبروك لي مانسو، انت اكتر عنفا من شكلك. ما كنتش متوقع ان الوحيد اللي خد تقييم ايه هو انت. خلال فترة تدريبك هتعيش وقت ممتع جدا. في اللحظة دي لي مانسو حس بأزمة كبيرة بتغلي جواه. بعد ما سأل هنا وهناك وصل كانغ وكونج لباب مدرسة يوجي للبنات الإعدادية. في اللحظة دي مجموعة بنات لسه خارجة من المدرسة مبسوطين. واحدة من البنات شكلها اكتشفت حاجة مذهلة، وقفت صاحبتها اللي لسه بتاكل وخجلانة وقالت لها بص في الاتجاه ده كده. في اللحظة دي كانغ وكونج قاعد على عجلته بيقرأ كتاب، وشكله الوسيم جدا خلى البنات يتأثروا على طول ويجوا يدردشوا معاه. البنت اللي لابسة كمامة سألت بطريقة مثيرة لو هو متدرب. كانغ وكونج شال سماعته وقال آسف مش كده، وسأل لو يقدر يستفسر عن حاجة. الابتسامة غير المقصودة خطفت قلوبهم على طول. قالوا له انهم مش بس هيجاوبوا على اسئلته لكن كمان يدوا عناوين بيوتهم. كانغ وكونج شرح انه بيدور على حد اسمه كو مين، لكن لما سمعوا الاسم اتغيرت وشوش البنات فجأة واشاروا في الزحمة وقالوا مش بتدور على المجنونة دي، لسه خرجت من المؤسسة الإصلاحية. في اللحظة التانية حسوا بنظرة كو مين، خافوا على طول ووقفوا عن الإشارة ليها.
بعد ما اتأكد من هدفه كانغ وكونج اتقدم وظهر على كو مين، وهي محجوزة سألت هو عايز ايه. قال انه عنده شوية أسئلة عن المؤسسة الإصلاحية. لما سمعت كلمة المؤسسة الإصلاحية دفعته على جنبه وقالت له يروح بعيد وما يزعجهاش. كانغ وكونج خمن لو كان سأل بشكل مباشر زيادة عن اللزوم، لكن قبل ما يلحق اترمى عليه خوذة موتوسيكل وأشارت له يركب معاها بسرعة. مش شايفة انه مناسب يتكلم عن المؤسسة الإصلاحية هنا. في الطريق سألها كانغ وكونج ايه اللي خلاها تغير رأيها. السبب ان اخو كومين لسه هناك. اما عن المؤسسة الإصلاحية وصفتها بكلمة واحدة بس: جحيم. في اللحظة دي المراهقين المجرمين اللي اتبعتوا للمؤسسة الإصلاحية تحملوا 3 ساعات تدريب شديد جدا. عضلاتهم بتترعش وكل اللي بيأملوه ان العقاب الملعون ده يخلص بسرعة. لكن في اللحظة التانية بأمر من المدرب لي من سو بيزعق بأصوات فئران والباقيين بيعملوا أصوات خنازير، والمدربين بيسبوا أصواتهم غلط. لما يقولوا 1 لازم يصدر صوت خنزير، لما يقولوا 2 لازم يصدروا صوت فار. اتنفذت تعليمات المدرب والمراهقين بيبتدوا يعملوا أصوات الخنازير والفئران وهم قاعدين على الأرض. وضع لي من سو أبسط بس بيكرر أصوات الفئران. الأصوات دي ممتعة جدا للمدير اللي على المنصة، شايف أصوات المواشي دايما ممتعة. في اللحظة دي واحد من المراهقين وقع من التعب واستقبلته وقتها لكمة وركلة من المدرب بسرعة، وصرخ بصوت عالي: حد وقع، كلكم ابدأوا من الأول. قال المراهق إن معدته بتوجعه وطلب يروح الحمام. المدرب وقتها قال له: مش كنت متعجرف لما جيت؟ دلوقتي مش قادر تتحمل أبسط حاجة؟ المدير لاحظ الموقف ووقف المدرب. جه للمراهق وقال: أكيد اتعلمت الصبر قبل ما تتكلم، ما تخافش، قوم هديك فرصة تروح الحمام. وسأل الناس: حد تاني عايز يروح الحمام؟ الناس ردوا واحد ورا التاني، واللي عايزين يروحوا شكلوا صف طويل، والمدرب جنبهم بيقول: حد تاني؟ لو مش هتمشي دلوقتي مش هيبقى فيه فرصة تانية. لكن لما مفيش حد رد أمر المدرب الباقيين يرجعوا للتدريب. لي من سو كان في الصف بيفكر هل فعلا هيسمحوا لهم يروحوا الحمام؟ اللي ما راحوش هيفضلوا يتظاهروا ان معدتهم بتوجعهم ويطلعوا زي اللي قدامهم. المدير قبل كده كان شكله عايز يقتلهم. التصرف الحالي خلى لي من سو يستغرب جدا. بعد تفكير رفع ايده وعمل اصوات الفئران. المدرب جري وسأله عن اسمه وعايز ايه. لي من سو فضل يعمل اصوات فئران لحد ما المدرب امره يتكلم بكلام بشري، وقال ان معدته كويسة وعايز يرجع للتدريب. أول ما خلص المدرب مسكه من رقبته وزعق فيه. لي منسو شرح إن يمكن الإجهاد الجامد خلى معدته توجعه شوية، لكن دلوقتي هو تمام. المدرب رجعه وقال له: ارجع مكانك، هبقى مراقبك. اللي خرج من الصف اتريق عليه باقي المراهقين، لكنه عارف كويس إن الناس شايفينه مواشي. استخدام الحمام كحاجة بشرية ملهوش علاقة بالمواشي. المراهقين اللي عايزين يروحوا الحمام اتجمعوا. المدير مد إيده بلطف وقال: سواء إنسان أو حيوان كلنا محتاجين الحمام، حجزه يسبب مشاكل، عندكم 30 دقيقة راحة. الكل ابتسم بانتصار، لكن فجأة المدير أشار ليهم وقال: بتضحكوا على إيه؟ مش كنت بتكلم عنكم؟ اللي ما راحوش يقدروا يرتاحوا دلوقتي، أما الباقيين يبدأوا تدريب الجيش البشري. لي مانسو ممتن جدا إنه حس بشيء غلط واختار يخرج من الصف. الحشرات دي هي عبارة عن مفصليات أرجل بين 15 لحد 177 زوج رجل، ودي أدنى من البشر والحيوانات. المراهقين دول لازم يعتمدوا على ايديهم من راسهم لحد مؤخرتهم. لو حد وقع التدريب بيبدأ من الأول. ده المرحاض الهضمي الآلي الكامل اللي المدير عمله ليهم، وأثناء العملية بيتعرضوا لضرب مستمر من المدربين. 30 دقيقة بعد كده المدربين بيرشوا عليهم مية ساقعة عشان الريحة ما تنتشرش. الشباب المجرمين اللي من 3 ساعات كانوا زي الوحوش المتوحشة بقوا دلوقتي زي المواشي جاهزين للذبح. ولما الجرس بيرن في السماعات جلسة التدريب النهاردة أخيرا بتخلص، واللي جاي بعد كده هو وقت الأكل وتحديد أوض النوم. لي من سو بيبص على الأكل في الصينية اللي شكله زي أكل الخنازير، وبيتساءل إذا كان ده فعلا حاجة بني آدمين يقدروا ياكلوها. مفيش كراسي ومفيش أدوات، زحمة أكل زي المواشي. قبل ما ياكلوا المدرس بيطلب منهم يغنوا أغنية الشكر، ولي من سو مش فاهم إيه أغنية الشكر دي. وفجأة المدرسين بأمر منهم وابتسامة كبيرة بيبدأوا يغنوا كلهم مع بعض: إحنا مش بني آدمين، إحنا خنازير وكلاب، بناكل أي حاجة تتقدم لينا. الأغنية دي متطرزة ومتعلقة في نص الكافيتيريا. لي من سو بيستوعب إن الناس دي مش بس كلامها بيعاملهم زي المواشي، لكن فعلا شايفينهم مواشي بالمعنى الحقيقي. بياخد الأكل بإيده وبيحطه في بقه. مهما كانت هويته مواشي أو حيوان تاني، الحاجة الوحيدة اللي محتاج يعملها دلوقتي إنه يصبر لحد ما يقدر يخرج. في الوقت ده كان كانغ وكونج متاخد على تلة بواسطة كو مين. من هناك يقدر يشوف المكان كله بتاع إصلاحية الشباب.
كانغ وكسونغ سألها إذا كانت فعلا شايفة المكان ده جهنم. كومين قالت إن الجحيم أحسن من المكان ده مش مكان للبني آدمين خالص، هي غالبا بتحلم بكوابيس عن اللي بيحصل هناك كل يوم، ودلوقتي مش قادرة تنام من غير ما تاخد حبوب نوم كتير. قالت إن لما شافته كده فعلا حاسس بأخوه. كانغ وكسونغ قال إن دي كانت آخر أمنية لأمهم قبل ما تموت، إنها تتمنى إنه يحميه دايما، لكن في النهاية هو ما قدرش يعمل كده، عشان كده جه يدور على غوثمان. لازم يعمل حاجة بسرعة قبل ما يكون فات الأوان. ومن كل اللي خرجوا من الإصلاحية بس غوثمان اللي باين عليها إنها ما تأثرتش خالص. غوثمان سألت إذا عايز يعرف إزاي هي نجت من الإصلاحية. لما سمع ده كانغ وكسونغ استعجل وقال يعني في طريقة إزاي خرجت بأمان. وبعدها غوثمان عملت تعبير غبي وقالت إنها كانت بتتظاهر بالغباء زي كده. كانغ وكسونغ فكر إنها بتهزر وقال لها تبطل تهزر، لكن بعد ما قالت كده غوثمان رفعت شعرها، فروة راسها حرفيا كانت مليانة حروق. عيون كانغ وكسونغ اتسعت على طول من الصدمة. المكان ده هو اللي بيتجمع فيه كل مجانين الدولة. لحظة واحدة من الطيش عملت صراع. مين كان يتخيل انهم حطوا راس حد في حلة زيت سخن وكده، وبعدها خلاها تطلع بدري. لما العلامة دي صح، بعد ما وصلوا كلهم لميدان تدريب الأولاد والبنات، بيتم تحديد مستوى الشباب المجرمين حسب جرائمهم. بعد كده تقسيم الأوض هيكون حسب الدرجات دي، مثلا أوض الدرجة E للجرائم البسيطة العنيفة، أوض الدرجة D للمخدرات، أوض الدرجة C للسرقة والغش. على سبيل المثال أوض الدرجة B اللي كانت فيها غوثمان كانت للضرب والاعتداء، وبناء على كلامها أخو كانغ لي من سو أكيد في أوض الدرجة A لأنها للأشد خطورة. كل اللي دخلوا بسبب جريمة قتل. أول ما لي من سو يدخل الأوضة بيرسم بصره الشرس، هو فاهم إن دي مواجهة وما ينفعش يتراجع. في اللحظة دي واحد من المجرمين فجأة بيتكلم وبيقول يا عم مش عارف تعرف نفسك ولا ايه، وبيفرك قبضة ايده كده وعايز يعرف هو جاي منين وليه جه هنا. ليه من سو جاوب انه من دار رعاية الايتام وبيروح مدرسة جانغل الثانوية. اول ما خلص كلامه الكل بدأ يضحك عليه بسخرية. واحد منهم حتى قال انه يعرف حد من مدرسة جانغل الثانوية وافتكر طالب في السنة الثالثة اسمه جياو تشانغ سو. لكن فجأة صوت عالي قال لهم يسكتوا. كم مجرم خافوا على طول والعرق بدأ يظهر عليهم. واحد شعره طويل كده سأل لي من سو ليه جيت هنا؟ لو متعين في الأوضة دي أكيد عملت مشاكل كبيرة. بناء على اللي حصل طويل الشعر ده لازم يكون زعيم الأوضة. لي من سو قال من غير تردد بسبب القتل. أول ما قال ده الكل ما عدا الراجل طويل الشعر عيونهم اتسعت، العرق بدأ يظهر عليهم وقالوا إنه ممكن ما يكونش كذب. وردود فعلهم الغريبة خلت لي من سو يفكر يمكن يكون هو الوحيد اللي قتل. كان فاكر هيقسموه مع نفس الجرائم، لكن دلوقتي واضح ان القتل هو الأخطر وخطورة الجريمة مرتبطة بتوزيع السلطة هنا. في اللحظة دي واحد من المجرمين قال لطويل الشعر يبدو ان كلبنا المدلل لازم يفضل مبتدئ. لي من سو اتلخبط، ممكن الطويل الشعر مش الزعيم لكن الأضعف هنا. لكن ثانية بعد كده فهم غلط، هما مش بيتكلموا عن الطويل الشعر لكن عن الابيض الشعر اللي بيستخدم كدكة تحت مؤخرة الطويل الشعر، هو الأضعف. الراجل طويل الشعر وقف فجأة واشتكى، القعدة كده متعبة جدا. الابيض الشعر اللي اتكلم بالكلام البشري واعتذر اتضرب فجأة من واحد من المجرمين واتهموه انه اتكلم كلام بشري تاني. الابيض الشعر ما قدرش يعمل غير انه يزعق زي الفقر. المشهد ده زي تجربة لي من سو قبل كده، الضعفاء بيتنمر عليهم جوه وبره. في اللحظة دي لي من سو قرر في سره لو فاكرين يقدروا يأمروني فانا بفضل ان اقبل ان اتعامل كقاتل. الساعة 7 بالليل وقت الانعكاس. الشباب المجرمين في الإصلاحية لازم يكتبوا 10 مقالات انعكاس كل يوم، لكن لي من سو مش عارف يكتب ايه. بعد كل شيء الأشقر اللي تنمر عليه ما اتقتلش منه. فجأة ورقة وقعت على مكتبه. 2 من المجرمين بيستخدموا ورقة الانعكاس كأنهم بيلعبوا لعبة بيسبول. لي من سو استغرب وسألهم مش بيكتبوا المقالات ليه؟ المجرم قال له ليه تتعب نفسك في التفاهة دي؟ كلبنا المدلل هيكتب كل حاجة لينا. وقال له كمان ما يكتبش هو كمان. في اللحظة دي الأبيض الشعر كان ماسك نفسه وطلع صوتين زي النباح، وبعد ما المجرم سمح له اتكلم بكلام بشري وقال انه محتاج يروح الحمام. المجرمين ما صعبوهاش عليه، وافقوا على الطلب ده. لكن قبل ما الأبيض الشعر يروح واحد من المجرمين اداه بالشلوط وقال له انه دلوقتي مجرد كلب مش بني آدم، فلازم يعمل حمام زي الكلاب. تحت إشراف المجرمين الاتنين ما كانش قدامه اختيار غير انه يطيع الأوامر.
الساعة 8 بالليل وقت الاستحمام، كل واحد ليه 3 دقايق يستحمى باستخدام صابون ومية بس. وليه من سو ما كانش قادر يتحمل ان شريط صابون صغير بيتقسم بين 50 شخص. الساعة 9 بالليل وقت تفتيش المدرسين والنداء، المجرمين القدامى وليه من سو بيعدوا من 1 ل5 بالترتيب. لما جه دور الابيض الشعر صدم الكل بصوت نباح بدون تفكير، ده تهديد واضح من المجرمين. لو ما قطعش الأوامر هيتضرب بعد التفتيش، ولو ما قطعش برضه هيتضرب من المدرسين. أيا كان اختياره ما ينفعش يتجنب الضرب. لكن الأبيض الشعر عرف الضرب القصير أرحم من التعذيب الطويل بعد التفتيش. الساعة 10 بالليل اتطفت الأنوار وجه وقت النوم، وبكده اليوم خلص. قلب ليه من سو كان مليان مشاعر متضاربة، مش قادر ينام عشان الأبيض الشعر اللي جنبه بيعيط من وقت للتاني. واحد من المسنين المجرمين اشتكى وقال له انت ليه بتعيط زي البني آدم؟ الولد الأبيض الشعر غطى بقه بيبكي وهو بيطلع صوت زي الصراخ. الحياة في الإصلاحية بتخليهم يصحوا بدري. الساعة 5:30 الصبح وقت التنظيف والنداء. الساعة 6 بعد النداء المدرسين بييجوا يوصلوا الفطار على الترابيزة. ليه من سو سأل باستغراب ليه ما بناكلش في الكافيتيريا؟ المسن الأصلع قال له عشان في تدريب خارجي النهاردة. المرة دي المدرسين جهزوا لهم معالق بطريقة إنسانية. ميسو كملت وقالت الكلب المدلل ده راح فين وقت الأكل؟ أول ما سمعت ده كل المسنين الموجودين بصوا لتحت الترابيزة، وفي اللحظة دي ميسو فهم فجأة إن الترابيزة اللي ظهرت من غير سبب كان في الحقيقة الأبيض الشعر بيقدم لهم الأكل كأنه ترابيزة. مينسو قال له إنه لما يشتغل لازم ياخد على الأقل شوية أكل. المسن الأصلع قال له ما يقلقش، هم هيتعاملوا مع بوبي كأصحاب. المسن الموشوم ضحك وقال فين تلاقي أصحابي يأكلوا حد بنفسهم؟ وبعدها جمعوا الأكل المتبقي مع بعض وخلطوه. ظهر أكل كلاب لذيذ معمول بأيدي أصحاب كويسين، ده كان وجبة بوبي الخاصة. الأبيض الشعر حس بالاشمئزاز جواه وما كانش قدامه حل غير إنه ينزل وياكل زي الكلب خوفا من الضرب. لكن في اللحظة دي مينسو رجع الترابيزة على الأرض وهو بيزعق ما تاكلش الكلام ده. المسنين اتلخبطوا من المشهد. مينسو سأل الأبيض الشعر انت فعلا بتعامل نفسك زي الكلب؟ مونهون جون. لكن الأبيض الشعر مفيش على وشه أي أمل أو امتنان، كله رعب خالص. كل ده كان من المسن طويل الشعر غوث هيون اللي حذر مينسو قال له المكان ده ليه نظامه وسلطته وقوانينه، انت جيت متأخر فلازم تتبع القوانين دي، لو مش عاجبك قاتل عشان تبقى زعيم. لكن قبل ده لازم تهزم الأبيض الشعر بوبي الأول عشان تكسب الحق ده، لأن أول ما التحدي يتوجه رتبة الأبيض الشعر فوق رتبتك، لو خسرت هتبقى الكلب الجديد في الأوضة دي. مينسو شتم وقال اللعبة دي طفولية جدا، لكنه ما كانش واخد باله ان الأبيض الشعر مونهون بيبصله زي الذئب الجائع. لما مينسو قال لازم نوقف ده لقى اللكمة بتاعت الأبيض الشعر خلاص اصطدمت في وشه. مينسو عارف ان النهاردة ممكن يكون فرصته الوحيدة عشان يهرب من حالة الكلب المدلل، فما قدرش يضيعها. بنشوف القتال والمسنين الكبار بيبدأوا يزعقوا تمام يا بوبي دي فرصتك تبطل تبقى مبتدئ، وكمان سخروا من مينسو فضلوا يقولوا له ليه ما بترجعش، عايز تبقى الكلب الجديد ولا ايه؟ مينسو عارف ان الخسارة معناها النزول للقاع، لكن الأبيض الشعر وهو بيضربه ويمسح دموعه حير مينسو جدا. في الوقت نفسه كانغ وكسونغ وصل دار الأيتام. المدير قاله انه هينضم بكرة. هل اخد كل حاجاته؟ وكسونغ ماسك دمية البطريق وقال كل حاجاتنا متجمعة، دول كنوز بالنسبة ليا والمينسو. المدير قال ان الاتنين الاخوة كانوا اكبر مسببين مشاكل في الدار، خصوصا وكسونغ اللي دايما بيتخانق مع باقي الأطفال كانوا خايفين جدا وما كانوش بيقربوا من الدار. وكسونغ شرح انها غلطت في فهمه، رغم انه كان بيتخانق كتير لكن الأطفال ما كانوش خايفين منه، هم كانوا خايفين من مينسو. هو المجنون الحقيقي، لما بيغضب محدش بيقدر يوقفه. دلوقتي الأبيض الشعر بيعيط وهو بيضرب بدون رحمة، هدفه واحد بس، هو مش عايز يبقى كلب زي قبل كده. مينسو ضرب على الأرض ماسك راسه بإيده الاتنين. المسن الأصلع اللي كان خايف بعد ما سمع إن مينسو قتل قبل كده دلوقتي ظهر على حقيقته، مقتنع إن مينسو خلاص بقى بوبي، مش راضي يكتفي بالضرب. سخر منه وقال عشان كده أهلك سابوك يا حيوان خاسر، الكلب الجديد أهو. بس أول ما خلص كلامه مينسو اداله لكمة عنيفة على راسه كأنه كلمة مفتاح اتفعلت. مينسو تحول بالكامل بلكمة واحدة بس، ضرب المسن الأصلع وفقد وعيه. المشهد ده خلى الكل مذهول، خصوصا الأبيض الشعر مونهون جون اللي وقف متجمد. زي ما وكسونغ قال هو الحقيقي المرعب، لما بيغضب مينسو عنده فكرة واحدة بس في دماغه، يحول الكل هنا لكلاب.
قال لهم أنا قلتلكوا هتبقوا كلاب جديدة. لكن في اللحظة دي مسن ضربه بالرجل على ظهره. 3 مسنين اتحالفوا دلوقتي. هتحولنا كلنا لكلاب؟ انت مجنون، ما تتظاهرش بالقوة. دي أوضة ممتازة، المكان مليان ناس فاكرين نفسهم جامدين. كنا متساهلين معاك عشان انت يتيم متروك. قبل ما يخلص ضخة دخلت بقه. دلوقتي بسبب كلمة المفتاح منسو زاد غضبه وزعق وقال اسكت. بعدين ضرب المسن في وشه وكسر الضخة لنصين. وهم شايفين ده المسنين التانيين ما قدروش يقعدوا مكانهم وجريوا لقدام بسرعة. واحد منهم هدد يقتله، لكن في اللحظة اللي بعدها تجمدوا في مكانهم. منسو كان ماسك الضخة المكسورة كسلاح وعيونه زي المجنون وهو بيشاور بيها عليهم. اقتلوني، عمركم قتلتوا حد قبل كده؟ في الوقت نفسه في ملعب جولف رئيس المجلس كانغ بيضرب بالهواشة ومستشارينه بيسقفوا له على طول ويجاملوه. وكسونغ المجلس سأله جبت الحاجة دي ازاي؟ وكسونغ قال انه رغم انه بدري هو مستعد للتجنيد. الأولوية حل مشاكل الشباب وده هيخدم مسيرته السياسية. المجلس ضحك وقال اللي فكر فيا خسر قبوله في كلية الطب. وضح يا وكسونغ عشان اخوك في الإصلاحية. وكسونغ قال علشان كده جيت اطلب مساعدتك، لو حد يقدر يعمل ده انت. لكن رئيس المجلس رد وقال ليه اظبط لك مشاكل اخوك؟ وكسونغ فكر ان ابوه مش هيساعد، لكن رئيس المجلس غير نبرته وقال لو أديت كويس بعدين وساعدتني ابقى رئيس ليه لا، يلا ساعد ابوك يبقى رئيس. في اللحظة دي منسو زي ذئب جائع بيزقر على المسنين يا كلاب جاهزين للعقاب. لكن في اللحظة اللي بعدها المسن اللي اتضرب قام بسرعة وقيد منسو بإيده الاتنين. المسن الأصلع ما ترددش وضربه على راسه. بعد ضربة واحدة منسو سكت على طول. المسن خاف يكون مات، فالاتنين اللي ضربوه بدأوا يلوموا بعض، لكن ده كله كان تمثيل من منسو. فجأة بذل قوة وضرب المسن في دقنه وقيده وبعدين ركله في مكان حساس. في ثانية منسو قلب الموازين تماما. بعدين جوان جاي ليه كلمة المفتاح بتاعتك لازم تكون أمك صح أو متروك اللي بيغضبك. مؤلم جدا. أمك تعرف إن ابنها اللي تخيلته قاتل. أول ما خلص منسو طعن فيه بمقبض الضخة الحاد، لكن سهون مسكه بسهولة بإيده. منسو زمجر وقال له اعتذر دلوقتي إلا لو عايز تفقد عينك. سهون كان مستغرب وقال ليه اعتذر عن أمك اللي سابتك أو عن جريمتك؟ منسو قال له كفاية بطل كلام. سهون ساب قبضته وصرخ بصوت عالي وقال له مش انت اللي بدأت، هو اللي بدأ. وبعدها لف واتخذ وضعية يد على الرأس. منسو لسه مش فاهم هو بيتكلم عن ايه لما بص وشاف 3 حراس بعصيان بيجروا عليه. انت يا حشرة سببت مشاكل من اول ما جيت. باقي المسنين مسكوا راسهم على الحيط. اللي مستنيه هو ضرب شرس بالعصيان. زهون بلغ ان ليه منسو هاجم ناس بأداة وواحد اتصاب منهم. هكتب التفاصيل في تقرير وأقدمه. المدرس سألهم ما عملتوش حاجة، هو لوحده السبب؟ الكل رد مع بعض وقالوا صح، حتى الأبيض الشعر قال أيوة. بعد كده منسو اتسحب للباب زي كلب ميت بواسطة المدرس. اللي مستنيه هيكون 15 يوم عزلة. أوضة العزلة كمان اسمها أوضة العقاب، مكان لعزل المشاكل لفترة. الأيام اللي فيها هنا ما بتحسبش من مدة الاحتجاز أصلا. يعني منسو مدد فترة حبسه. مش بس بيراقبوه 24 ساعة، لكن لازم يقف على ركبتيه لحد النوم. الأسوأ كمان إن إيده ورجله مقيدة، بياكل زي الحيوان باستخدام بقه، بس لما يروح الحمام بتتشال القيود. لكن في مشكلة تانية رهيبة، مفيش ورق حمام أصلا. بيستخدم حنفية المية وراه عشان ينظف نفسه. بعد الساعة 7 كمان وقت الانعكاس. حتى في العزلة لازم يكتب رسالة انعكاس. المرة دي منسو كتب ضعف اللي قبل كده، لكن كله عن صفات المسنين في الأوضة. شايف إن كل واحد هنا فيه مشكلة، لكن المشكلة الأكبر مع طويل الشعر غوايون. مهما حصل لازم يهزمه. من غير ما يحس منسو نام وحلم بأحداث حصلت له وهو طفل صغير. هو وكسونغ واقفين قدام بيت مولع فيه نار، وفجأة صح ودموعه نازلة على وشه. خبط راسه في الأرض وسب وقال اللعنة. يمكن البيئة دي بتجيب الذكريات السيئة في أحلامي. ده خلى منسو خايف ينام تاني لأنه بيخاف الكابوس يتكرر. قريبا 15 يوم خلصوا. منسو رجع للأوضة المخصصة. واجه المسنين بعيون مليانة بالغضب، لكن بشكل غير متوقع. المسنين اعتذروا بابتسامات. احنا اسفين، عدينا الحدود قبل كده. بوبي قرر ما يلعبش بوبي تاني. من دلوقتي هنتعامل مع بعض كويس. لما شاف ده منسو فكر انهم اتغيروا بجد، لكن قبل ما يقبل اعتذارهم في اللحظة اللي بعدها رجل نزلت على راسه. سهون اللي ضربه سخر وقال كنت بتدور عليا يا ابن امك. 2 مسنين تابعوه على طول وقيدوا اطراف منسو.
دخله شراب مليان ريحة وحشة في بقه عشان ما يصدرش صوت وينبه المدرسين. خطوة خطوة شالوه ناحية الحمام. سهون قال فرحان إني وحشتك، بس للأسف في حد مستعجل يشوفك أكتر. وبعد كده المسن الأصلع بدأ يشيل هدومه ويتقدم ناحية مينسو في الحمام. لما فكر مينسو إنه على وشك الانتهاء زعق بصوت عالي كفاية يوقف المسن فورا. سهون بص للحارس اللي وصل. شكلك حارس جديد، بس ما تتدخلش، احنا شغالين إذن حد مش مهم، العقاب هيتطبق بعدين. الحارس قرب ببطء ومد ايده لمينسو. مينسو بس ووقف لما شاف منغوك فجأة كحارس. مد ايده لمينسو وخطط كل حاجة. طالما مينسو اتبعها هيرجع حريته قريب، لكن دلوقتي مينسو تخطاه وضرب ضربة قوية على فم المسن الأصلع. كنت ناوي تعمل ايه لما شلت هدومك؟ مينسو كمان عارف ان المذنب الحقيقي مش المسن الأصلع. غص سهون قدامه، لكن ده زعيم الأوضة من غير تردد اتخذ وضعية قتال وتحدى سهون. وفي الوقت نفسه التلاتة المسنين التانيين اللي حوالين ووكسونغ بصوله وقالوا شكلك صغير كده عشان تبقى حارس، بس كل أوضة ليها قوانينها، والقوانين دي مسموح بيها، هتتبع قواعد الأوضة دي كمان؟ ووكسونغ رد وقال لهم تقصدوا قوانين القتال، يبقى لازم اتبع القوانين كمان. المسنين ضحكوا بمكر وقالوا ما تتراجعش بعدين وتستغل منصبك كحارس عشان تحل الحسابات. ووكسونغ ابتسم ابتسامة خفيفة كأن ده تأكيد انه دايما بيحافظ على كلامه. على الناحية التانية مينسو مهما حاول يضرب مش قادر يوصل لسهون خالص. سهون سخر منه وقال له مش قادر تثبت رجلك كويس ولسه بتزعق؟ استغل الفرصة دي وبص على اللي حواليه. اكتشف ان ووكسونغ سيطر على الكل في اللحظة دي. المسنين ما كانش عندهم فرصة يردوا، وهو مستغرب ايه اللي بيحصل. جت ضربة مينسو بهدوء على دقنه. بعد الضربة مينسو صرخ بفخر وقال له وانت بتقاتلني ما تبصش حواليك. بعد الضربة دي الأوردة على جبهة سهون بدأت تتنفخ شوية. كان فاكر انه لما يمسك نفسه قبل كده مينسو هيعرف امتى يوقف، لكن دلوقتي قرر يعلم الولد ده درس قاسي عشان يفهم الفرق الحقيقي في القوة. انت عارف ليه بوبي بقى بوبي؟ مينسو الصامد وقف تاني وركله وهو بيزعق ايه يا بوبي؟ مش فارقة معايا. بوبي كان زعيم الأوضة هنا قبل كده زيك بالظبط، مش عارف مكانه وبيتصرف بتهور واتضرب من غير رحمة. مينسو فاهم الفرق بينه وبينهم كويس، لكنه مقتنع انه مش هيسيب الموضوع بسهولة، فرجع بضربة تانية. في الأوضة دي انت أضعف واحد، لكن اللي استقبله كانت ضربة شرسة. بعد الضربة دي الأوضة سكتت تماما. مينسو حس كل قوته بتروح وعقله مشوش، ومع كده لسه بيقول لنفسه اللعنة، اتضربت من الوحش اللي سب أمي، غير الركلة اللي جت من غير توقع. مش قادر يضرب أي حد، والأهم كل مرة بيتضرب ووكسونغ موجود. ووكسونغ سأل مينسو حاسس بإيه؟ لسه عايش؟ لكن مينسو قفل عينيه وأغمى عليه. ووكسونغ بصله وتنهد مستسلم. بعد كده شال مينسو على كتفه. سهون شافهم وهم مستعدين يمشوا وسأل هيودوا مينسو فين؟ محتاج يتعلم درس. ووكسونغ رد وقال طبعا للعزلة، هو عبث بالنظام ولازم يتعاقب. لكن سهون قال دلوقتي انت أديت كويس قبل شوية، تحب تلعب معايا؟ ووكسونغ قال له لو مش عايز يتعاقب يسمع الكلام ده، كمان من فضلك ما تتقاتلش، ده اللي أختك قالته. بعد سماع ده سهون وقف متجمد. لما مينسو صحي تاني لقى نفسه رجع لأوضة العزلة. قرر في قلبه بغضب انه لما يرجع للأوضة هيحل كل شعر سهون. بعد كده حس بألم حاد في بطنه فقعد على الحمام. بعد ما قضى حاجته اكتشف ان الحنفية مش شغالة، ده معناه انه مش هيقدر يغسل ايده بعد المسح. لكن لاحظ ورق حمام قريب، حس بشيء غريب شوية. دلوقتي في العزلة مش بس فيه ورق، كمان ايديه ورجله مش مقيدة. ساعتها فهم انه نسي حاجة مهمة. فجأة فكر في حاجة وضرب الباب الحديدي وصرخ للحارس بره، ازاي وصلت هنا؟ انتوا مجانين؟ ليه جيت هنا بدل ما تروح كلية الطب؟ عندك زوجة أب، عيش سعيد وخلاص. ليه تبقى بطل وتنقذني؟ امشي دلوقتي، ما تقلقش من القاتل ده. ليه تدمر حياتك عشان قتله؟ ووكسونغ رد عليه بهدوء وقال له مش مهم اي حد يقول لي انك قتلت حد، انا مؤمن انك ما قتلتش حد يا مينسو لانك اخويا. بعد كده ووكسونغ شرح له الخطة كلها. مينسو بس محتاج يتبع كلامه وهيقدر يخرج بدري طالما مش بيروح العزلة تاني زي الغبي. مينسو قال كل ده كويس، لكن قبل ما يبتدي عنده طلب واحد، عايز يقاتل الوحش طويل الشعر تاني. ووكسونغ سأله انت عارف انك هتخسر، ليه تقاتل تاني؟ مينسو شرح له وقال له لانه سب امي. اول ما خلص ووكسونغ سكت. بعد كده قال له انا اقدر اتحمل اي حاجة تانية، لكن ان حد يسب امي ما اقدرش. في المباراة دي هعلمك ازاي تكسب.
لكن لو خسرت تاني من اللي سب أمي أنا هقتلك بنفسي. لما خلصت ال15 يوم العزلة، منسو واجه المسنين اللي حواليه وفعليا وافق يكون بوبي، ونزل على الأرض زي كلب مدرب. دي كانت أول استراتيجية ناقشوها خلال ال15 يوم. اصبر ومثل على قد ما تقدر واستنى الفرصة للرد. كده منسو بقى البوبي التاني في الأوضة. ظهروا استخدموه المسنين كلوحة لعب الجاموكو، لكن بعد ساعة بس منسو ما قدرش يستحمل أكتر. فجأة وقف بغضب وزقر، وده خلى 2 من المسنين يفزعوا حرفيا. المسنين بصله بعينين شرسة. غيرت رأيك في إنك تبقى بوبي دلوقتي؟ عايزنا نعيد ترتيب السلطة ليك؟ أوردة منسو انتفخت كلها. هو عايز يضرب الولد ده قدامه، لكن وعد وكسونغ إنه يصبر 5 أيام. بعد 5 أيام حتى لو المشرف تدخل، وكسونغ هيتصرف ويوجه كل حاجة في الأوضة ويجهز المسرح لانتقام منسو. دلوقتي كل اللي محتاجينه إنه يصبر. فكر كده. منسو وقف واستخدم بطنه إنه يضيف كلوحة وقال لهم يلعبوا اللعبة الجديدة. في اليوم التاني اتعلم ينظف زي العنكبوت، وفي اليوم التالت هو ووايت بوبي كانوا مسؤولين عن مقالات الانعكاس للمسنين مع بعض. بحلول اليوم الرابع مش بس بقى بيقدر يعمل حمام زي الكلاب، كمان ياكل الوجبة الخاصة اللي حضرها المسنين وهو بينادي وبيقول لذيذ جدا. منسو عارف انه لو صبر النهاردة كله هينتهي، لكن الأكل المختلط الغير إنساني لسه بيخليه يتقيأ في الحمام. الأبيض الشعر بلطف قال له لو طلعت كل حاجة هتبقى ضعيف جدا. ابتسم واداله حلوة وقال له ما يقولش لحد تاني أو هيتضربوا هما الاتنين. خلينا نعمل أفضل ما عندنا كبوبي هنا، ما تفكرش في أي حاجة تانية. في لحظة منسو مش عارف يتعامل مع اللطف المفاجئ ده، لكن وقته كبوبي مستمر لحد النهاردة، وغالبا الحوادث بتحصل في لحظات زي دي خلال الأنشطة الجماعية في الخارج. المسنين كانوا بيلعبوا لعبة النقاط الفريسبي مع بوبي الاتنين، منسو والأبيض الشعر. لكن أثناء مطاردة الفريسبي الأبيض الشعر خبط بالغلط في أعضاء الطاقم بتاع المطبخ اللي اتضربوا. بصوا بغضب للأبيض الشعر. إيه اللي حصل؟ عايز تقتلنا؟ الولد الأبيض الشعر اترعش من الخوف وقال لهم تحبوا نلعب فريسبي مع بعض؟ في الوقت نفسه سهون كان مستريح على الأرض بيفكر ازاي وكسونغ يعرف أخته، لكن فجأة صرخة بصوت عالي قطعت تفكيره. 3 مسنين من الطاقم بتاع المطبخ سألوا الكلب ده اللي على الأرض بتاعك؟ يا غبي مش قادر تراقب كلبك؟ عملت ده عن قصد ولا ايه؟ عايز تحاربنا؟ لما شافوا العضو في الأوضة بيتضرب المسنين على طول لفوا كمهم وطلبوا اعتذار فورا. لو عايز حرب تعالى، مش خايفين. لكن بعد كده سهون قال انسوا الموضوع، ما تكبرهوش يعني، نتعامل بعقل وخلاص، مش محتاج نزود الموضوع. بعد سماع ده مسن الطاقم ضحك، بعدين ضرب الأبيض الشعر برجله جامد في راسه. عقلانيتك بتعصبني جدا. لما بيشوفوا ده المسنين كلهم بيبصوا الناحية التانية وبيتظاهروا انهم مش شايفين. هم فاكرين ان حرب مع الطاقم على بوبي واحد مش تستاهل. منسو سألهم المدرسين مش فارقة معاهم الحاجات دي؟ المسنين قالوا له المدرسين ما بيهتموش بالخناقات الصغيرة دي، عادة بيخلونا نحلها بنفسنا. بعد سماع ده وش منسو تجمد كده اللحظة وهو واقف خايف، قلبه بيختار. على جانب فيه الحلوى اللي الأبيض الشعر اداهاله يومها، وعلى جانب تاني في وعده مع وكسونغ عن الخطة. في النهاية اختار يبعد عن الموضوع ببرود. مسن الطاقم ضرب الأبيض الشعر وهو بيسخر بصوت عالي الكلب بتاعك ممتع جدا، ممكن استعيره كام يوم للمتعة. أول ما خلص الفريسبي جت جامد في وشه. مسن الطاقم وقع فورا مش قادر يرد. المسنين التانيين بس يشوفوا مين اللي رمى وكلهم اتفاجئوا، والشخص ده كان منسو اللي اختار اللطف. انتوا مجموعة بلطجية جيتوا هنا بعد ما عملتوا مشاكل بره، صح؟ عايزين تكملوا اللي عملتوه بره هنا؟ هتفضلوا بس حيوانات بدون كرامة أو شرف، عشان كده بتتعدوا على الأضعف منكم. قبل ما منسو يشيل الأبيض الشعر سهون جه في اللحظة دي وقال ما تتدخلش، مش فاهم كلام البشر. في الوقت نفسه مسن الطاقم الأحمر جاي من المطبخ ومسك كتف سهون وسألوا معنى كلامك ايه؟ اروح اقول لرئيسنا انك اعلنت حرب علينا؟ سهون قال اعلن الحرب، بس قبل كده لازم اظبط موضوعنا الداخلي الاول. لما عرفوا انها هتكون معركة الشباب المنحرفين حصروا المكان لمشاهدة العرض. منسو عارف انه خرب الوعد الاول لكنه هيلتزم بالتاني. سهون مربوط شعره وسأل منسو تحب تتضرب تاني؟ منسو رد بلا اي خوف ايه رأيك في رهان؟ اللي يكسب يبقى زعيم الأوضة. في اللحظة دي وكسونغ في الفصل اتحكم في كل حاجة. الأطفال في الإصلاحية كلهم قاصرين، فعشان كده متبرمجين على حصص أساسية في أوقات محددة كل أسبوع.
وقت الحصص كل السلطة للمدرس المسؤول عن الفصل، يعني خلال الحصص الأساسية أي حاجة بتحصل تحت إشرافه بالكامل. وكسونغ حصل على فرصة يبقى مسؤول الفصل في الفترة دي، واليوم منسو هيهزم سهون ويصبح زعيم الأوضة الجديد. في خطته المبارزة هتحصل في مساحة صغيرة متكونة من شوية ترابيزات. وكسونغ بص على ساعته مستغرب الوقت جه ليه والشخصيات الرئيسية موصلتش. بعدين شوية صخب بره لفت انتباهه، بص كويس ولقى المبارزة بين الاتنين بدأت بالفعل. لما شاف المشهد ده وكسونغ تنهد مستسلم. بعد كده وقف على حافة الشباك وصرخ لتحت وقال: منسو انت وحش فعلا. خلال ال15 يوم في العزلة وكسونغ كان بيعلم منسو نفس تقنية الكومبو كل يوم. أول خطوة الخطاف، الخطوة التانية بتبقى ضربة للكبد، والخطوة التالتة بتبقى ضربة علوية. أما الخطوة الرابعة بيديله ركلة على مستوى منتصف جسمه، وبعدها بيديله ركلة أمامية وكمان ركلة دائرية. بعدين بيتبعها بمسح بالرجل وبيخلص بلكمة مباشرة. لكن وكسونغ عارف إن ده لوحده مش كفاية عشان يهزم سهون، رغم إن سهون عنده قوة كده من غير تدريب. في رأي وكسونغ تقنياته شكلية وما فيهاش أي سسبنس، مفيش أي تتابع منطقي بين الحركات. طالما منسو بيتقن تكنيك الكومبو ده في 15 يوم وبيحارب في فصل المعركة الخاص، هو رتب مع ناس كتير حوالين الفصل يحاصروا سهون ويستغلوا البيئة عشان يضطروا للركن. أول ما منسو بيحقق ده الكومبو بتاعه هيضرب سهون ويهزه. لكن دلوقتي منسو خرب كل الخطة. وكسونغ جري لتحت دلوقتي وهو فاكر أخوه دايما عنيد. لما وصل الحيط البشري اللي شكلوه الشباب المنحرف منع عنه إنه يشوف الوضع بوضوح. فدلوقتي مفيش وقت للخطط، يقدر بس يستخدم هويته عشان يوقف القتال. لكن فجأة حبة فشار طارت ناحيته. المشرف سأله: بتعمل ايه؟ ليه بتخرب متعتي؟ لما شافه وكسونغ سلم على طول وقال: أنا الحارس الجديد كانغ وكسونغ. الأطفال بيتخانقوا فكنت هوقفهم. المشرف وبخه وقال له: ليه توقفهم أصلا؟ ما شفتش برنامج مملكة الحيوانات، البرنامج الأجنبي عن الحياة البرية؟ لو في البرنامج حي عايز تاكل فار، فريق التصوير هيعمل ايه؟ مفيش طبعا، لأن الثعبان ياكل الفار جزء من النظام البيئي. لازم نحترم النظام الطبيعي، وكمان مش ممتع نشوف الآخرين بيتخانقوا. وكسونغ لما شاف تصرف المشرف المجنون عرف إن كل اللي يقدر يعمله دلوقتي إنه يتبع الأوامر. منسو مستمر يحاول يهاجم بتقنية الكومبو اللي وكسونغ علمها له، لكنه لسه مش قادر يضرب ساهون خالص. بدل كده بيتضرب في وشه مرة ورا مرة. زي ما وكسونغ قال، من غير حائط الكومبو لوحده مش كفاية. لكن الفرق في القوة بيخلي منسو يعتمد بس على الكومبو للهجوم، لكن الغلاف الفارغ ملوش قيمة. ساهون استغل الفرصة وركله بعيد. لما منسو وقع على الأرض وسط الحشد الشباب بدأوا يسبوه، وكسونغ غطى وشه وهو مستسلم، عايز أخوه ييأس بسرعة عشان يقدر يخطط لخطة جديدة بعدين. دلوقتي منسو اللي وقع وسط الناس حاسس بألم شديد في ركبته، عارف إن لو استمر كده هيخسر زي المرة اللي فاتت. عشان يتجنب الألم الأكبر فكر في فكرة الاستسلام بدأت تطلع في دماغه. بعدين ايده دفعت منسو للرجوع تاني. مجموعة من المسنين زعقوا وقالوا له: يا غبي بتفكر في ايه؟ ارجع اقف من تاني هناك واتخانق، لو استسلمت دلوقتي هتتحاسب عندنا. ساهون وايده في جيبه سأل كمان: الولد ده عامل ايه؟ بيدور على امه ولا ايه؟ منسو ضحك ووقتها خطة اتكونت جوه دماغه. ساهون سأله بيضحك على ايه؟ منسو رد وقال له: ولا حاجة، بس شكلي لقيت طريقة اضربك بيها جامد. لما رجعوا الاتنين للحلبة الجمهور فرح وسقف تاني. ساهون بصله كده وهو بيشمئز وقال له: وقت اللعب انتهى. منسو وقتها اتمطع شوية وقال: أيوة، أعتقد جه الوقت نحل الموضوع ده. رغم إنه عرف دلوقتي إزاي ينفذ الكومبو، المشكلة إزاي يجبر ساهون يقرب من الركن. وكسونغ ناقشه قبل كده بمستوى قوة منسو الحالي، هو ما يقدرش يجبره على الركن بنشاط. الطريقة الوحيدة هي إنه يغضب ساهون ويخليه يهاجم بكل غضب، ويقرب وقتها المنسو اللي جنب الركن. وكسونغ قال له حاجة هتخلي ساهون يغضب 100%. منسو زعق لساهون بنظرة حقيرة وقال له: ايه رأيك في شكل غسم؟ أول ما خلص ساهون اتعصب جدا، من غير تردد رمى لكمة لمنسو اللي كان جنب الحيط البشري. زي ما كان متوقع الطريقة نجحت. قبل ما الضربة توصل منسو صدها بكفه. بعد كده استغل اللحظة ومسك شعره، شده جامد ولف جسمه. الموقف اتغير على طول. شكل أختك مهمة جدا ليك. ساهون في الأول افتكر ضربة منسو مجرد صدفة، لكن لما حاول يتحرك عشان يتفادى الضربة اكتشف جسمه محجوز من الجمهور، مش قادر يتفادى أو يرد كويس. يقدر بس يسيب ضربات منسو تضرب راسه، أي محاولة يرد بيها محجوزة من وراه الجمهور.
مفيش نقطة ارتكاز يهرب منها. ساعتها ساهون فهم إنه وقع في الفخ. الرد والهروب مستحيل بسبب الجمهور اللي وراه. لو حاول يهرب من الحائط البشري هيخضع لضرب من سو. باختصار دلوقتي قاعدة صيد جاهزة، أفضل طريقة ترفع إيديك تحمي راسك. لما ساهون شاف فرصة للرد، منسو ضرب مفصل رجله بركلة جانبية. في اللحظة دي منسو وصل سلسلة الكومبو وخرج كل الإحباط اللي جواه الأيام اللي فاتت. حتى وهو بيضربه لدرجة إنه بيتمايل، عارف إن ضرباته مش هتوقف، مش هيسيب له أي فرصة يتنفس. الهجوم المستمر بيضرب كل جزء من جسم ساهون. لما وعيه بدأ يختفي، عرف إنه مش قادر يستحمل أكتر. لو الضربة الجاية ما ضربتش خلاص تمام، لكن دلوقتي ضرباته بقت بطيئة وضعيفة زي الحلزون. خلاص فقد أي فرصة للرد. يائس. حذرتك ما تسبش أمي، بس مجرد التفكير فيه بيخليه غاضب جدا. في اللحظة دي الجمهور كله اتفاجئ لما شاف منسو قلب الطاولة، ومنسو كأنه خارج عن السيطرة بيستمر يضرب. لو مش فاهم الموقف ما تحكمش على أمهات الآخرين بشكل عشوائي. آخر ضربة بس ساعتها عرف إن ساهون اتضرب وأغمى عليه. لحظة وقوع ساهون كل الناس اتصدموا. التلاتة من المسنين في الأوضة خصوصا اتخضوا جدا. سكوت ساهون معناه منسو بقى زعيم الأوضة الجديد. هو دلوقتي كان منهك وتعبان، منسو كان لسه غضبان مش فاهم ليه لحد ما وقع. ساهون ما اعتذرش عن سب أمه، لكن فجأة الشباب المنحرفين اللي بيتفرجوا اتحركوا كلهم ومهدوا له الطريق. المشرف جيب مجموعة من الحراس ناحيته. كنت فاكر انك مش هتكسب. مفاجأة، كسبت فعلا. شكل مملكة الحيوانات ممتعة، والفقر غلب الثعبان. منسو لسه مش فاهم هو بيقول ايه، اكتفى يصدر أصوات غريبة. ساعتها وكسونغ شال ساهون وسأل المشرف يعمل ايه دلوقتي. المشرف قال له بس دخله العزلة ولا حاجة. لما سمع الأمر وكسونغ بدأ ينفذ بحزم. وهو ماشي جنب منسو اشتكى وقال إن الولد ده عنيد جدا. مين بيشبهه؟ منسو ابتسم وقال يمكن بيشبه أخوه. رغم إن الخطة تعرضت لحادثة، لحسن الحظ انتهت من غير خطر حقيقي. دلوقتي وقت الدخول للمرحلة التانية من الخطة. في اليوم اللي بعده في استوديو الرسم، جوسمين سأل يعني أخويا دخل العزلة، وكسونغ قال بأسف آسف، الأمور خرجت عن السيطرة، ده ما كانش ضمن الخطة. لكن ساين قال له ما يتحركش دلوقتي، وكسونغ بيشتغل نموذج بشري للرسم. وكسونغ سأل لسه هتستمر قد إيه؟ الوضعية دي صعبة جدا. سايم قالت خلصت، يمكن اللوحة دي تخليني أقبل في كلية الفنون كأفضل طالبة. لما وكسونغ بص عليها وشه اتملى بالغضب. إيه علاقة ده بالفن وهي رسمتني؟ بعد شوية كلام سايمن فكرت وكسونغ إن أخوه ممكن يكون في ورطة، لأن منسو زعل طاقم المطبخ، وهي كانت من قسم مطبخ البنات في المنشأة، فكان في تفاعل أحيانا مع قسم الأولاد. من اللي هي فاكراه قسم مطبخ الأولاد جماعة متماسكة جدا، لو زعلت واحد منهم هيرجعوا ورا بعض عشان يعملوا مشاكل، وفي شخص واحد يحتاج اهتمام خاص، زعيم طاقم المطبخ جان غدبو. وفي اللحظة دي منسو اللي راح ياخد أكله صدفه بالصدفة بدأ يصب الأطباق الجانبية على طبق منسو، قال له هاتله شوية زيادة، لكن بسرعة السائل من الأطباق الجانبية غطى الصينية كلها. منسو قال بامتعاض ده كتير قوي، لكن جان غدبو رد وقال له ده طبيعي، على طولك أهنت طاقم المطبخ بتاعنا. دلوقتي قدام انتقام زعيم طاقم المطبخ جان غدبو، منسو اختار يلعب دور الغبي، أشار لنفسه وهو شكله حيران وسأل إذا كان جانغ متأكد إنه يقصده. جان غدبو المحرج سأل إذا فعلا اسمه لي ميسو. ميسو اعترف بالاسم، لكنه اقترح إنه ممكن يكون حد تاني بنفس الاسم لأن الاسم ده شائع. لما فهم إنه ممكن يكون غلط اتجه جان غدبو وقال للي معاه يتحققوا قبل ما يبلغوا، لكن لما واحد من الرفاق أشار لميسو قال إنه أكيد هو. ميسو كان خلاص هرب من الكافيتيريا وهو بيجري هنأ نفسه إنه ذكي وكده نجا من موقف صعب. في الوقت نفسه في اجتماع قمة لقادة الدولة 3 ممثلين من أحزاب سياسية مختلفة بيتقابلوا مع الرئيس هان مانسو. المفروض يحطوا خلافاتهم جانبا ويركزوا على تقديم نصائح عملية للناس. والد كينغ وكونج بالتبني واحد من الممثلين دول. الرئيس هان مانسو قال لرئيس المجلس كينغ بقالنا كتير من زمان خصمين في الحملة الرئاسية، لكن دلوقتي علشان البلد لازم تشتغل كويس كمرؤوس عندي. ومع الكلام ده ادى قلم للمجلس كينغ على مؤخرته. الكاميرات صورت اللحظة دي قدام الناس كلها. رئيس المجلس كينغ اتجمد، الراجل صفعه قدام كل الأمة. ده أغضبه جدا وهو بيروح يضرب على كيس ملاكمة بصورة هان مانسو بعد الاجتماع. بعد ما فرغ نفسه من الغضب قال للشخص وراء أبوك بيتعرض للإهانة دي رأيك إيه؟ الشخص ده هو كينغ وكونج. وكونج فهم إن إسقاط الرئيس هان مانسو أسهل مما يتصور. كل اللي محتاجينه يدمروا أساسه السياسي.
اللي هو مركز إعادة تأهيل الشباب. المجلسي كينغ قال: مش ده بالظبط السبب اللي خلاني أبعتك هناك؟ وصلت فين؟ وكونج قال: بناء على كل الحاجات الوحشة اللي شفتها في المؤسسة، واضح إن المكان ده مش زي ما الرئيس وعد الناس. بيجبروا الأولاد على العنف مع بعض، كل أنواع الإساءة موجودة، بيتجاهلوا المشاجرات مع الأطفال للمتعة الشخصية. الحقيقة إن المكان ده مش هدفه إصلاح الشباب، ده جحيم حي تحت ستار الإصلاح. المجلسي كينغ سقف فرحان، وكونغ أكد وقال له: صح، مجرد تسريب اللي شفته لوسائل الإعلام هيكفي يسكت هان مانسو. لكن والده قال إنه مستعجل، ده مش كفاية. الشباب دول مجرمين، وكمان هان مانسو ممكن يوعد بتحسين حقوق الإنسان مستقبلا ويتجنب أي فضيحة. لازم نلاقي حاجة أكبر. النهاردة المؤسسة رتبت عقوبة السلطعون للمجموعة دي من المراهقين للمجرمين. لازم يلفوا جسمهم زي السلطعون وراسهم لورا. منسو قعد يترعش ويلعن جوه، خلاص قرب ينهار. فجأة حارس وقف جنبه. منسو توتر جدا وقال: سلطعون سلطعون. لكن لما شاف مين الحارس ارتاح، لأنه كان وكونج. وكونج صرخ عليه يجي للتدريب الفردي. منسو فرح فاكر إنه معاملة خاصة، لكن التدريب كان مختلف. جسمه على بطنه وأطرافه مرفوعة، وكونج شرح له إنه لو سهل عليه الموضوع باقي الأولاد هيشتكوا. منسو زعق وقال له إنه زاد الطين بلة، وكونج قال له: أنا جبتك للتدريب عشان أشرح لك المرحلة التانية من الخطة. نظام المؤسسة بيكافئ بالنقاط، تكمل مهام تكسب، تخالف تخسر، إنما لو أكملت 100 نقطة بتتأهل لمراجعة الإفراج. منسو حاليا ناقص 50 نقطة. سأل إزاي يكسب نقاط أصلا، وكونج جاب له استمارة وقال له هي دي أسرع طريقة: يتطوع في طاقم المطبخ. منسو عارف إنه أهان زعيم المطبخ قبل كده، فإنه يروح هناك زي إنه يدخل عرين أسود. اتدحرج على الأرض وقال إن الأفضل إنه يفضل هنا طول عمره. وكونج تنهد وقال له: تمام، هلاقي طريقة تانية غير المطبخ. بعد ما خلص كل التدريب خلى منسو منهك، بس قبل ما ينام ضوضاء مزعجة حواليه. ضرب الطاولة وقال: محتاج تعمل أصوات كده. مصدر الصوت كان 3 نازلين تنظيف، شعرهم كان أبيض بعد ما منسو بقى زعيم الغرفة. واحد من القدامى قال إن الصوت بيساعد على الشغل بكفاءة، ومنسو حط دقنه على إيده وفكر كده: ده مش هيجيب نقاط كتير، تنظيف فصل واحد نقطة واحدة، يوصل 100 ده مستحيل. فجأة حارسين فتحوا الباب وسألوا إذا خلص. منسو قال: قريب. الحارس قال له: روح مكان تاني، حد قدم طلب تطوع إضافي نيابة عنه. منسو فرح وسلم، ولما وصل هنا كانت المفاجأة، تم تعيينه في المطبخ. منسو زعل جدا، مش فاهم هم اتفقوا مش هيدخل المطبخ. جان غديبو كان بيحلم يبقى أفضل طباخ في الدولة. إيده اليمين تقدر تتحكم في المقلاة الحديدية، وإيده الشمال للعمليات الدقيقة. أي نقد لأكله كان زي الإهانة بالنسبة له. أولاد بس بييجوا الكافيتيريا يشتكوا من الأكل بيبص لهم بغضب، بس جان غديبو لازم يصبر، مفيش حد أكله كويس زيه. دلوقتي منسو مختلف، أهان الفريق كله. لو أكله وحش هيقدر يحقق ثأره، لكن منسو بس حضر طبقين بسيطين في السجن، وجان غديبو اتصدم، ما بقاش يضربه، بالعكس رفعه وقال: لقيتك أخيرا، من اليوم انت بقيت كنزي. طاقم المطبخ كانوا متحيرين، خططوا يحطوا زبالة في أكله لتغيير رأي جان غديبو، بس اتفتح الباب وظهر وكونج. بعد ثواني كلهم كانوا على الأرض. يبدو منسو بيتأقلم. في مكتب المدير حارسين بيبلغوا. المدير اتضايق لأن خطته فشلت. أما جان غديبو جمع الفريق كله وقال لهم: جاهزين ليوم خاص بيجي مرة في الشهر، بيشرب صابون وبيضيف زيت زيتون وبودرة وبرتقال وبيخلط كويس. ده شمع شعرهم الطبيعي. اليوم ده بيجي لما تتسلم الإمدادات الجديدة ويزورهم البنات من مركز النساء. كل الفريق بيجهز نفسه وبيستعرض قوته، لكن منسو بيستقبل معاملة مختلفة. البنات محوطينه وبيمدحوه. جان غديبو حس بالغيرة، وفجأة واحدة غريبة سلمت له رسالة واتكسفت، وهو كان بيراقبها وهي بتخرج. في دماغه وهو ماشي على الممر مع البنت، ده كمان مخطط أسماء ل5 عيال. في خياله دموع الفرح بتنزل على وشه، لكن لما فتح الظرف وقرأ محتواه وشه اتحول للون شاحب جدا، لأن الرسالة دي مش ليه، هي متوجهة لرئيس الأوضة الكبير لي مانسو. في الوقت نفسه منسو في المخزن بيشد نفسه من التعب، مش قادر يفهم ليه أولاد طاقم المطبخ دول مش مشغولين غير بمساعدة البنات في نقل الحاجات ونسيوا الكرسي بتاعهم اللي أصلا محتاج يتحرك، بس هو واقف عشان يروح مكان تاني. فجأة ظهر جان غديبو ورا منسو وسأله إذا كان الروم بوس الكبير. منسو أكد وهو محتار إن ده أنا. بعدين جان غديبو سأله يعرف يوم 22 نوفمبر يعني إيه؟ منسو قال مش عارف بالظبط. وش جان غديبو انتفخ من الغضب وقال: ده ذكرى جوازي بعد 3 سنين،
ومش هتعرف مين يي صح؟ منسو شوية خاف وسأل حصل ايه. جان غضبه زعقله وقال يي هو اسم بنتي الخامسة، لو ما كنتش خنتني كانت بقت بنت ضفيرة في الدنيا الجميلة دي. بعد الكلام ده جان غضبه رفع قبضته وجري على منسو، كان بيصرخ عليه وبيقول يا حرامي يا اللي سرقت مراتي هقتلك. منسو رفع ايده وهو بيقول انه ما عملش اي حاجة، لكن القبضة كانت جاية عليه. منسو اضطر يتهرب، لكن القبضة عدت العربية الحديد. لو ما تهربش دلوقتي كان كأن راسه اتكسر. منسو لسه مش فاهم الوضع كويس، لكن قدام عدو عايز يقتله ما ترددش يرد. جان غضبه مسك كاحله ورماه على الأرض بعنف. جان غضبه كان عايز يكمل ضربه، بس العربية الحديد وقفت في طريقه. منسو استغل الفرصة وهاجم تاني بقبضاته، لكن قبل ما يقرب اتضرب. الفارق في القوة كبير جدا، رجليه طويلة وقوته مختلفة. منسو مش قادر يقرب منه، وأي ضربة منه كأنه حجر مطرود عليه. في اللحظة دي جان غضبه انفك من العربية وبدأ يضرب منسو باستمرار، وكان بيضربه وهو بيقول هروح اخد سو يونج في موعد نطلع على جبل بوكهان. منسو دفع لزاوية لكنه فكر في طريقة يتعامل بيها معاه. لما جت ضربة جان غضبه منسو مسك حلة حديد من الأرض وحجب بيها الضربة. مش عارف أصلا مين سو يونج، بس خطة الموعد دي وحشة. بعدين حاول يلف جان غضبه على الوسط ويزحمه زي ما عمل مع جايون قبل كده، بس جان غضبه ما اتحركش، بدل كده مسك راسه ورفعه في الهوا. ليه منسو سرقت حبي وأولادي، استعد لعقاب الموت. في اللحظة الحاسمة منسو مسك كيس دقيق وضربه في جان غضبه. في الوقت ده بنات طاقم المطبخ بيشتكوا من الشغل، عمرهم ما غسلوا صحون في البيت ودلوقتي لازم يلعبوا دور الطباخين. واحدة لاحظت صندوق زيادة في المخزون، أكيد من مؤسسة الأولاد. سألت البنات إذا يوصلوا الصندوق هناك قبل ما تكمل كلامها. واحدة قالت لو محتاجينه يجوا ياخدوه بنفسهم. جان غضبه مخيف جدا، محدش يجرؤ. واحدة شعرها اسود قامت بمبادرة وحملت الصندوق، وفكرت ان جان غضبه لطيف شوية. في نفس الوقت في المخزن مشهد مطاردة موت. منسو بيستغل حجمه الصغير والأرضية وبيجري حوالين جان غضبه. قريبا جان غضبه بيتعب وهو بيستنجد منسو يستلم موته، هيعمله بلطف. قبل ما يكمل كلامه بيض اتكسر على وشه. منسو مسك صينية بيض ورمى عليه باستمرار. جان غضبه كان غاضب جدا، حطم غلاية حديدية، بدأ يستخدم حاجات حواليه في القتال. منسو بيتفادى وبيزعق انه الرمي ممكن يقتل حد. جان غضبه فقد صوابه، رمى حلة زيت سخنة عليه. في اللحظة دي البنت السوداء فتحت الباب وساعدها منسو وغطى عليها بجسمه عشان يحميها. بعد ده كانغ وكونج وصل على طول للمستشفى وشاف منسو على السرير مخنوق. ده كان مجرد مقلب من منسو، وكونج غضب ومنسو عمل نفسه ضحية وقال الحمد لله مش زيت سخن، كان هيبقى حصل الأسوأ. وكونج حضنه وقال المهم انك بخير. بعد شوية فكرة منسو للعودة للمطبخ اترفضت، وكونج زعقله وقال بعد كل ده لسه عايز ترجع للمطبخ؟ منسو قال ده أسرع طريقة لكسب النقاط، ووعدتني هتعلمني ازاي اغلب جان غضبه، ولما اغلبه كل حاجة هتتحل. وكونج ما قدرش غير انه يوافق. بعد كده وكونج استخدم مركزه كحارس وقدم طلب للمدير لطريقة عقاب خاصة لتدريب منسو. جان غضبه في مستوى مختلف تماما، فلازم يبدأ تدريب قوة، يدفع أحجار برجليه وهو منحني، وبعدين يدفع مخروطات حديدية، وأخيرا لو قدر يحرك حجر مربع ضخم حتى لو شوية ساعتها هيبقى عنده أمل في التغلب على جان غضبه. في الوقت ده غسهان اللي محبوس في الحبس الانفرادي أسبوع كامل مش فاهم ليه خسر من لي مينسو. الراجل ما قدرش يضربه ضربة واحدة، في الآخر نسب السبب لإهماله. لو اتقتلوا تاني أكيد مش هيخسر. دلوقتي أهم مشكلة إزاي يحل مشكلة ورق التويلت. الورق خلص والمية مقطوعة، استعمل نص كم قميصه، مفيش اختيار تاني. اضطر يقطع كم تاني. فجأة اترماله رول ورق تويلت، وكونج قال له ما تستعملش أي حاجة، استخدم الورق صح. لكن لما فتح الباب ما كانش فيه أي حد. فجأة سهيون ظهر ورا، سأل إزاي يعرف أخته ورمى عليه ضربة بسرعة، لكن وكونج مسكها بسهولة، استخدم تقنيات ضبط محترفة. سهيون عرف إنه قوي لكن ما كانش متوقع للدرجة دي. وهو بيفكر وكونج رفع إيده، سهيون قفل عينه مستعد للضرب، لكن وكونج مسك تليفونه واتصل بأخته. سهيون مش مصدق، سأل مين ده وإزاي معاهم التليفون، أو إذا سين مين خرجت من المؤسسة. سين مين ما ردتش مباشرة، قالت لوكونج يغطي ودانه الأول، ووقتها بدأت تصب عليه غضب شديد. سهيون اتنمر جدا ومسك التليفون برعشة. وكونج سأل ازاي وصل لحالته المزرية. سهيون قال ولا حاجة، تعبت بس شوية. بعدين سأل أكيد شغال مع سيم صح؟ انت أخو منسو علمته يقاتل صح؟ وكونج أكد وقال له أيوة.
سهيون وشه مليان توقع وقال هيسمع كلامه ويطلب منه يعلمه يقاتل كمان. بعد شهر طاقم المطبخ زعلان في المخزن من وقت ما جان غديبو اتخانق مع لي من سو، بقى شبه الزومبي وكل المطبخ بيتعاقب على الأكل المحروق. فجأة لي من سو فتح الباب برجله ودخل. جان غديبو انتفخت عروقه من الغضب. من سو سأل مستفز تعرف ليه البنات مش بيحبوك؟ جان غديبو سأل ليه؟ من سو قال له عشان انت وحش جدا. الكلمات دي ولعت جان غديبو فورا. طاقم المطبخ اتصدم. من سو استمر في استفزازه، جري حواليه يخلي طاقته تخلص. بعدين جان غديبو حاول يضربه من فوق، لكن من سو تفادى ضربته وخلى قبضته تخبط في عمود حديد محبوسة في نفس الوقت. من سو كان قاصد ياخد الضربة من ايده الشمال عشان يخلي جان غديبو يظن انه لسه ضعيف ويقدر يضربه بسهولة. بعد كده من سو استغل الفرصة ومسك دراع جان غديبو الشمال، كان ماسكه بايديه الاتنين جامد. وانا بفكر في دماغي يا غبي وقعت في فخي. وبعدين من سو فجأة بدأ يضغط برجليه باستخدام دراع واحدة بس. رفع مفصل دراع جان غديبو الشمال لفوق على راسه. يا غبي استعد تستقبل عقابك. وفي نفس الوقت المدير كان قاعد في الكافيتيريا مستني وجبته، وكونج لابس زي النادل شايل صينية. المدير النهاردة يوم مميز، أنا مسؤول عن الطبخ ليك. دي أكلة مطبوخة على البخار من سمك القد الألاسكي. لما شاف ده المدير اتبسط جدا، عمره ما كان متوقع ياكل أكلة نادرة كده هنا. بعد كده وكونج حضر له مشروب مميز. المدير بس داقه وكأنه بيشرب نبيذ فاخر. وطبعا أكتر حاجة مثيرة هي المعركة الخاصة اللي قدامه. في اللحظة دي جان غديبو مع دراعه الشمال مقيد، قلب غرور أخيرا مش بتجري. بس لما دراعه اليمين اتحررت من القيود الحديدية وحاول يهجم، اكتشف انه مش بس دراعه الشمال مقيد، كمان دراعه اليمين مش قادر يستخدمه. السبب الأساسي هو إن جسمه وبنيته كبيرة جدا. من سو ما ضيعش وقت، بدأ يضربه باللكمات واحدة ورا التانية في وشه. جان غديبو وهو بياخد الضربات سأل مستغرب منين اتعلم تقنيات المصارعة دي، بس فاكر إنك تقدر تهزمني بكده بس. جان غديبو حاول يستخدم القوة العنيفة عشان يبعد من سو، بس وقوف من سو الخاص منعه يتحرك حتى بمليم، وفضل بياخد ضربات في وشه. من شهر وكونج كان حلله الاستراتيجية والتقنيات عشان يقدر يهزم جان غديبو. في المعركة السابقة الفرق في الوزن بين منسو وسهيون كان مستوى واحد بس، عشان كده منسو قدر يفوز وهو حاصر خصمه. بس دلوقتي خصمه جان غديبو أكبر منه ب3 مستويات وزن كاملة. استخدام نفس الطريقة دلوقتي مستحيل، بدل كده لازم يدعي إنه ما يتحصرش. وكمان زيادة الوزن في وقت قصير مستحيلة. على سبيل المثال لو الحجارة الكبيرة دي بتمثل جان غديبو، إزاي تحركه أو توقعه؟ الحل في مبدأ الرافعة. في الحقيقة حركة أطراف الإنسان كمان مبنية على مبدأ الرافعة. لو منسو قدر يكون الرافعة اللي تحرك الحجر ده، يقدر كمان يحرك جان غديبو. في اللحظة دي الغضب مولع في قلب جان غديبو. مهما بذل قوة، الغبي اللي قدامه مش بيتحرك بمليم، وفضل بياخد ضربات من طرف واحد طول الوقت. وكونج من الشباك بيسأل المدير إذا العرض ده مثير. المدير قال إنه شوية ممتع، بس اتجاه المسرحية متوقع جدا. من نظرة جان غديبو باين مش متأذي خالص. الإيدين النحيفتين دول مستحيل يهزوا حد كبير زي ده، ومنسو باين عليه التعب الشديد. في الآخر فرق الوزن ما ينفعش يتجاهل، وكونج قال إيه رأيك نعمل رهان؟ براهن إن الولد اللي اسمه لي منسو هيفوز. المدير اتشد جدا للموضوع. الرهان حلو، انت بتحب المراهنات الغير مؤكدة دي. بس وكونج فاهم ان الكلام ان ضربات الوش ملهاش لازمة عشان فرق الوزن كلام فاضي. من وجهة نظر الملاكمة الأساسية، الوقفة مصممة مخصوص لحماية الوش والرأس، لأنهم أكتر أجزاء الجسم حساسية وفيها نقاط حيوية. أهم نقطة هي الفك. ضرب الفك يهز المخ والأذن الداخلية وبيخلي الخصم يفقد توازنه مؤقتا. في القتال الهواة فرق الوزن مهم، بس في النهاية التقنية الاحترافية هي سر الفوز. في اللحظة دي جان غديبو مشوش، كان باين عليه كأنه شايف سو يون بتلوح له بالوداع، وهو من سو بيوجه له الضربة النهائية في وشه. مراته في الحلم وأولاده ال5 اختفوا فجأة. أفراد الطاقم اللي بيتفرجوا على سكوت جان غديبو مستغربين جدا. المدير كمان صرخ مندهش، ازاي عرفت ان العيل الصغير ده هيفوز؟ وكونج بهدوء قال مجرد حدس. المدير مش مبسوط قوي وقال حدسك ممتع، بس لازم تبدأ تفكر دلوقتي عايز ايه كجائزة للرهان. في اللحظة دي منسو بعد ما غلب خصمه بياخد نفس عميق، وفجأة لاحظ جواب حب وقع من جيب جان غديبو على الأرض. لما فتحه اكتشف انه للمدير، يعني مش ليه هو، ده الجو هان. الطاقم قال ان جان غديبو كان فاكر الخطاب ليه، عشان كده عايز يقتله بشدة. لما عرف منسو ده مش قادر يشتكي. كل المعاناة اللي عدى بيها عشان يهزمه كانت عشان جان غديبو غلط في الشخص، وهو فكر كده عايز يدي كمان شوية ضربات.
بس أفراد الطاقم مسكوه قالوا له يهدى. وفي نفس الوقت في منطقة محظورة شوية نزلاء مميزين بيلعبوا بوكر اشتكوا إن اختيار المرشح الجاي فيه مشاكل تاني. الأول جو يون، بعدين جانغ ديبو. العيل ده اسمه لي مينسو قوي جدا. جانغ ديبو كان الأقوى في مركز غانغ يو كله. دلوقتي لما 2 اختفوا لازم نستخدم الخطة الاحتياطية. واحد هو زعيم عصابة بلاك لو من منطقة دي يونغ دونغ، والمشرف على البناء ليه كان غمان، والتاني عضو فريق الصيانة وانغ تشول. لكن أول ما طلعت الليستة حد سأل ليه هو مرشح مش حتى زعيم دلوقتي، وأبو شعر أصفر جيسو ساكت. حد سأله ليه ما اختارش حد، جيسو قال مش ناوي يتدخل المرة دي، بس بعد ما سمعهم بيتكلموا اتشد. بعدين رشح لي مينسو كمرشح، واللي شعره أصفر ده هو نفسه ليم جيسو، رقم 1 حاليا في مركز غانغ يو. بعد ما غلب جانغ ديبو، مينسو مؤقتا بقى قائد طاقم المطبخ. خلال العملية دي فهم معاناة جانغ ديبو. الناس دول أساسا مدمرين المطبخ، يا يخلوا الرز ينفجر يا يعملوا تركيبات أكل غريبة، أو الأسوأ يحطوا غلاية كهرباء على النار ويولعوها على حرارة عالية. كل اللي يقدر يعمله مينسو إنه يزعق فيهم يبطلوا. قريب يوم توصيل الإمدادات في السجن جه. البنت اللي شعرها اسود سير اللي مينسو انقذها قبل كده قربت منه، قالت بخجل شكرا انك انقذتني المره اللي فاتت. مينسو حك راسه كده وهو مكسوف وقال الموضوع ما كانش كبير، لكن في اللحظه دي ساره وشها محمر. سلمته خطاب حب بعد ما كانت اتحرقت قبل كده. مينسو سال اذا ممكن يكون لجو يون. ساره جريت مستحيه بس رجعت تعنفه، ده ليك يا غبي. بعد ما مينسو اتاكد ان الخطاب فعلا ليه، وهو عمره ما كان عنده صديقه، وشه احمر على طول. في دماغه بدا يشوف صور لعيله سعيده من 4 اشخاص، وشه لمع زي التفاحه. البنت السوداء الشعر ما اهتمتش بمينسو بس عشان هو حماها من الزيت. هي كانت لحظته من قبل كده. اليوم ده كان بعد ما مينسو قاتل جوهان. شجاعته واحساسه بالمسؤوليه وهو واقف ضد الضعفاء وعينه المجنونه جذبتها جدا. من اليوم ده وهي قلقانه عليه، والنهارده بمساعده صديقتها اتجمعت الشجاعه واعترفت له، وهي متامله ان المره الجايه لما يتقابلوا مينسو يديها اجابه. بعد ما رجع اوضته، مينسو قعد يبص على خطاب الحب وابتسامه سخيفه على وشه لفتره طويله. الخبر ده خلى النزلاء القدامى يغضبوا وسبوا انه خائن. احنا هنا اطول منك ولسه ما عندناش صبايا، انت فرحان عشان خطابات بس. مينسو قال فعلا استلام خطاب حب بيخلي الواحد سعيد. قبل كده كان بياخد خطابات من مامته، او الخطاب ده كان لسي هان. حتى دعا النزلاء القدامى يبصوا عليه معاه. وفي نفس الوقت على الناحيه التانيه كان كانغ وكونج داخل مكتب المدير. رقيب كانغ بيبلغ: سمعت انك كنت بتدور عليا يا مدير. المدير قال انه اتنقل هنا حوالي 3 شهور. سمعت انك عديت قبول مبكر لأكاديمية الضباط في بلد اتش بسرعة كبيرة جدا، وعديت امتحان الرقيب بأعلى الدرجات في صفك. لشخص موهوب زيك يجي المركز الإصلاح أنا محظوظ جدا. وكونغ بيظهر ولاءه وقال هشتغل أكتر عشانك ولأجل البلد. هو فاهم إنه بس يكتسب ثقة المدير وقتها يقدر يزود نقاط مينسو. لكن في اللحظة دي المدير سأل: عارف إن شفت حاجات مثيرة في الفيديوهات الأخيرة، أنت ومينسو قريبين جدا، علاقتكم إيه بالظبط؟ لو كونغ عايز يطلع مينسو من المركز لازم يخبي إنهم إخوات وكمان متبنى محدش يعرف. وكونغ شاكك ان المدير لاحظ حاجة، بس مهما حصل ما ينفعش يسيبه يعرف، لازم يختلق عذر. في اللحظة دي المدير قال: انتوا عندكم علاقة مدرس وتلميذ صح؟ شفتك بتعلم مينسو القتال، مش غريب راهنت معايا. واضح انك مش بس متفوق دراسيا لكن كمان شاطر في القتال. وكونغ تنفس الصعداء وشرح ان مينسو كان عايز يبقى اقوى وطلب منه كتير، فوافق يعلمه. المدير حذره ما يتقربش من الزبالة، وكونغ قال فاهم، وخرج تحت مسمى التحضير للأنشطة الخارجية. بعد ما خرج المدير عمل مكالمة حاسس ان الموضوع مش بسيط، فخطط انه يحقق في خلفية وكونغ. في زنزانة العزلة سي هون اخيرا اتنفس بارتياح. من صراخ التليفون الغضبان اليوم ده عرف ان اخته طلعت من المركز. وفي نفس الوقت ديبو كان هو كمان في عزلة. تقوس جسمه وبدأ يترعش ويبكي، لسه متضايق من حادثة خطاب الحب. شاف الدنيا مش عادلة وبيتضايق من مينسو. في اللحظة دي وكونغ فتح له باب الزنزانة وشرح له ان اللي حصل مش غلط مينسو. ديبو بيبكي: انت فاهم ايه؟ مينسو سرق مراتي واولادي، حياتي باظت خالص. بس القائد الكبير اللي اتكلم عنه في الخطاب مش مينسو، كان سي هون. لما سمع ديبو ده غير موقفه على طول وزعق وقال: مينسو انا اسف، انا فهمتك غلط. سي هون يا ابن اللذينة انت ميت. وكونغ قال له يهدى وطلع صورة من تليفونه وقال لسه بدري للحكم النهائي. بعد ما شاف الصورة ديبو قال وهو متضايق: مش دي ساحرة المطبخ جوسمان؟ طب ليه واقفة وبتتصور مع الوغد سيهان؟ قرر على طول انه لازم يقتل الوغد ده عشان حاول يسرق حتى ساحرته. لكن لما وكونغ قال له انهم اخوات عينيه فضت على طول، يعني سيهان ده بقى صهري. ولما خلص كلامه سيهان اللي سمع الزوبعة من الأوضة التانية زعق فيه: اسكت يا خنزير، مين سهرك؟
وبعد كده اتخانقوا بشدة من أوضتهم المتقابلة. طرف بيقول له يفكر في ابن أخته وبنته، والطرف التاني بيرد بعنف شديد. وكونغ في الآخر ارتاح شوية. الموقف اتظبط تقريبا. دلوقتي منسو محتاج بس يكمل يجمع النقاط، غير كده في حاجة تانية لازم يتحرى عنها، وهو يكشف الأسرار المظلمة اللي المدير مخبيها في مركز الإصلاح ده. والوحدة الخاصة بالعزل دلوقتي هي خط سيره. حتى كحارس مش قادر يدخل المنطقة المحظورة، وكونغ شاكك إن في حاجة متخبية هنا. وفعلا قبل ما يفكر أكتر شوية حراس طلعوا نزيل صغير، وواخد باله كمان من راجل لابس زي السجن الأحمر. في نفس الوقت منسو كان بيغسل نفسه في الحمام، بص على صابونته في ايده مستغرب. الحاجة دي أصغر من الأول كمان، إزاي يغسل بيها؟ وفي اللحظة دي حد وراه سلمه إزازة شامبو. منسو خدها مستغرب، إزاي حاجة زي دي تبقى موجودة في السجن؟ فسأل ليم جيسو اللي بيغسل جنبهم إزاي معاه شامبو كده، وكمان مش بس لبسه زي السجن الأحمر، مفيش عليه أي علامة درجة على صدره كمان. جيسو قدم نفسه وقال اسم منسو على طول. منسو استغرب شوية وقال إزاي عرفتني؟ وفي اللحظة دي جيسو انحنى فجأة لقدامه. منسو فكر إنه هيتهاجم، لكن في اللحظة التانية جيسو بس طبطب على راسه، أصغر مما تتخيل. منسو قال إزاي كسبت معركتين؟ منسو رد عشان سلمتني الشامبو، هتغاضى على الموضوع ده. بعدين جيسو الأشقر قال حاجة محيرة، المرة دي أنا قررت أجيلك، المرة الجاية أنت اللي هتجيلي، رغم إنها مش هتبقى سهلة هستناك. وبعد ما قال ده جيسو مشي عادي، ساب منسو مستغرب جدا. في نفس الوقت الاتنين في زنزانات العزلة وقفوا عن الشجار. مستحيل تخسر لمنسو، ليه سبته يفوز؟ ديبو سأل ليه خسر لمنسو. سيهان شرح انه كان مهمل والعيل جه مجهز كل حاجة باستراتيجية. ديبو قال نفس الحاجة حصلت له، كان ناوي يلعب مع منسو شوية بس بعدين فهم انه وقع في الفخ كله. سيهان قال بعد المعركتين دول لازم يكونوا لاحظوا منسو، صح؟ ديبو أكد إنهم لاحظوه، حتى حاولوا يخلوا طاقم المطبخ يبعدوا عن منسو، ممكن يكونوا مخططين يرشحوه كمرشح. بس رد فعل سيهان فاجئه، ما تضحكنيش، هثبت إن أنا المرشح، هوصل للقمة وارد لهم كل الإهانة اللي عملوها ليا. بعد 15 يوم منسو بقى قريب من أفراد طاقم المطبخ، بس وهو على وشك ياكل النودلز بتاعه أفراد الطاقم اللي قدامه بصوا وراه مستغربين جدا. منسو استغرب ليه مش بياكله، مش عارف إن ديبو ظهر وراه. ديبو رفع إيده الاتنين كأنه هيهاجم من الخلف، لكن في اللحظة التانية قال آسف يا منسو، كنت فاكرك حد تاني وعذبتك بالغلط. وكمان سيهان بقى صهري فمش قادر أعمل انتقام ليك تاني. منسو مد إيده وقال قوم، أنا بقبل اعتذارك، يلا ناكل الرامن مع بعض. ديبو اتأثر جدا وعيونه كانت مليانة دموع. أفراد الطاقم حواليه كلهم قالوا ده بقى من الماضي، ومنسو خلاص جاله خطاب حب من بنت تانية. بكلامهم وش ديبو اتغير تماما على طول بغضب. منسو يا ابن اللذينة دلوقتي ناوي على زوجتي التانية؟ بعد كده مخزن الأكل بقى مسرح لمطاردة مجنونة تاني، بس المرة دي لعب وهزار بس. منسو ابتسم وهو فاكر إن بكرة هيرد على خطاب حب سارة، لكن لما جه اليوم التاني مش قادر يكون سعيد عشان اتحط على شغل تطوعي. منسو رقد على الأرض وقال إنه مش عايز شغل تطوعي، عايز يشوف سارة ويديها الخطاب. النزلاء القدامى حاولوا يطمنوه، قالوا دي الطريقة الوحيدة عشان تكسب نقاط كتير. في اللحظة دي مجموعة تانية من النزلاء الصغار وصلت للشغل التطوعي، سخروا وقالوا عايز تبقى تابع ليا؟ اقدر اجيب لك شغل في مطعم فرايد تشيكن ولا حاجة. كل اعضاء الغرفة ردوا مع بعض، بتقول ايه الكلام ده؟ واحد منهم سمين شاف منسو بيجرؤ يتحدى رئيسه، على طول جه وامسك ياقة منسو. انت متأكد انك اللي ضربت سيهان وديبو؟ جسمك النحيف شكله بايخ قدامي. قبل ما يحصل صدام وصل حارس على طول وعرف يوقفهم. لما شافوا الحارس المجموعتين وقفوا في صفين على طول. قائد المجموعة التانية بلغ الحارس الأول وقال إنهم كانوا هاديين، ومنسو مجموعته بدأوا المشاكل. النزيل الكبير الأصلع وونغ هوك كان هيعترض، لكن في اللحظة دي ضربة الحارس وصلته في وشه. ابتسامات المجموعة التانية فهم دلوقتي لازم نتحرك بسرعة. لما شاف إنه زميله الحارس شرح وهو بيبتسم العيال دول كانوا هيضربوا بعض، فانجررت شوية. بعد ما قال ده ودى المجموعة التانية على الأتوبيس، وكونغ سأل هوك لو هو كويس ولسه قادر يروح الشغل التطوعي. هوك قال إنه كويس. بعدين وكونغ بص على ظهر منسو سأله مش ناوي كنت تهجم على الحارس دلوقتي صح؟ منسو استدار وهو بيبتسم وقال ازاي تفكر كده يا صغير؟ بعد ما ركبوا الأتوبيس منسو سأل مونهون جون اللي شعره أبيض لو شم ريحة غريبة. بص وراه وشاف حد من الصف الخلفي مد رجله الوحشة لقدام. منسو حذرهم يسحبوا رجليهم على طول،
لكن قائدهم قال لو عندك مشكلة تخانق مع رجالتي، حتى سيهان مش قادر عليهم. لكن قبل ما يخلص كلامه سيهان ركب الأتوبيس. الراجل واقف ساكت وبص عليهم. ده خلى رئيس السجن اللي كان بيتكلم كتير قبل شوية يصفر من الخوف. تلاميذه خافوا وحطوا رجليهم الوحشة بسرعة. منسو ما توقعش ان النهاردة يكون اليوم اللي سيهان يطلع فيه من العزل. شتم جوه قلبه وقال اللعنة، الشغل التطوعي ده هيبقى مليان مشاكل. كل المتطوعين على الأتوبيس دول مش سهلين. قريب الأتوبيس وصل دار المسنين. المدير وكل الموظفين استقبلوهم عند المدخل، وكونغ قدم نفسه مؤدبا وصافح المدير. نأمل ان النشاط التطوعي ده يجلب تغيير إيجابي للعيال اللي من مركز الإصلاح. حارس تاني قال إنه هيصور عشان يوثق الشباب وهم بيساعدوا كبار السن. الستات كانوا عاملين الشباب اللي جم من بعيد يقدموا مشروبات. خدوا رشفة واحدة وقالوا من زمان ما شربتش كولا، ده طعم الطفولة. والشغل التطوعي اللي جايين يعملوه النهاردة هو رعاية كبار السن في دار المسنين. مفيش شاب واحد هنا، وده مخليهم يشتكوا على طول. في اللحظة دي نزيل كبير فجأة شاور لقدامه وقال مش شايفين بنت صغيرة هناك؟ سمين بص ناحية اللي بيشاور عليها، لكن اكتشف ان البنت دي اخته سيام من. ده صدم سيهان جدا لدرجة انه كسر كوباية الكولا اللي كان هياخد منها شفطة. ايه القرف ده؟ ليه اخوه هنا؟ اول مهمة تكلف بيها المراهقين هي غسل رجلين كبار السن. حارس قريب كان بيصور اللحظة دي بالكاميرا. منسو بعد ما خلص غسل رجلين واحد كبير مسك جبهته وتنفس الصعداء، لكن فورا سمع حد بينده عليه يساعده يغسل رجليه. فاكر انه جد. منسو طبيعيا ما رفضش وقال الجد ده اكيد عانى كتير، رجليه فيها حبوب كتير. ولما بص منسو لفوق عشان يسأله لو حس بتحسن، اكتشف ان الشخص اللي قدامه مش جد، ده لي تشو. رئيس الغرفة حط رجله المبللة على وش منسو وقال له مسحها. كمان سخر منه، تحب تبقى ماسح رجلك تحتي؟ قدام الإهانة دي منسو غضب جدا، لكن الأبيض الشعر هونجون مسكه جامد وفكره يهدى. الحارس هناك كان بيصور. تشو فضل يسخر منه مع أتباعه. الغبي ده أكيد متعصب، باين إن سيهان وديبو مش قد أي حاجة. منسو عض على دروسه وما قدرش غير يتحمل الإهانة، لأنه عارف الحارس مع تشو لو اتحرك دلوقتي بس هيزيدوا يسخروا منه. في نفس الوقت سيمين كان واخد ست كبيرة في نزهة. جدتي الورود هناك حلوة، يلا نريح شوية هنا. والسبب في التوقف ده غالبا إن سيهان كمان جه يدور عليه، وهو بيدفع الشخص الكبير بيسأل سيهان الكل مشغول بالتطوع، انت بتتسلى؟ لكن سيهان قال انه فعلا عايز يتعامل مع الكبار، عشان في الاخر اتبعت للمركز عشان ضربت الراجل العجوز المتحرش. والراجل العجوز ده هو اللي عنده المشكلة، مش كل كبار السن زي ده. وبعد ما قالت ده ارتاحت على الكرسي. في يوم من الأيام كلنا هنعمر ونكبر. سيهان سأل انت بتحاولي تقولي ايه؟ في اللحظة دي سيم دفع الست الكبيرة بعيد وقال لو كبرت هتبقى ازاي؟ فكر في السؤال ده كويس. قريب كده جه وقت الغدا. كل نزيل صغير خد وجبة عشان يساعد الكبير ياكل. منسو كان بيدي واحدة كبيرة في السن تاكل، لكنه سمع صوت بكاء قريب. لما بص شاف تشو مش بس بياكل بجشع، ده كمان بيهزر بالأكل على الست الكبيرة. منسو زعل جدا وصرخ بتعمل ايه ده؟ لكن قبل ما يخلص كلامه طبق شوربة وقع على دماغه. شوية من أتباع تشو قالوا بتكبر أسفين، ما عملناش كده عن قصد. منسو عايز يتحرك ويضربهم، بس هونجون وهوك كانوا ماسكينه جامد. الموقف بدأ يخرج عن السيطرة. الحارس على طول قال منسو ناوي تعمل مشاكل تاني ولا ايه؟ منسو شرح وقال هم رموا الطبق على دماغي. لكن الحارس في الآخر مع تشو ومش هيقدر يحكم مين الصح ومين الغلط. الكل قال ده حصل بالغلط. منسو مجبر يدفن غضبه جوه قلبه، وفي نفس الوقت أتباع تشو كلهم مبتسمين بفخر. من قبل كده كنا خايفين من الناس اللي في الدرجة ايه، بس باين مش قد كده زي ما تخيلنا. تشو قال وهو مبتسم مش فارقة معايا الدرجة، في رأيي الفلوس هي الطريق الحقيقي للسلطة. في السجن الدرجات مش على أساس القتال، بس على حسب جسامة الجريمة. ومع كده الجريمة الكبيرة عادة اللي بيقاتلوا كويس. احنا دخلنا الغرفة جيم بسبب الاحتيال، يبقى واضح اننا مش مقاتلين، بس مش محتاجين نقاتل زي الأخيار دلوقتي. رئيس مجموعة يوهان غمون هوجيك خرج بكفالة بسبب تدهور صحته. بالفلوس والحراس والبوليس حتى القانون نفسه هيحميك. لو ما عندناش قوة هنشتريها بالفلوس. احنا المحتلين اكتر حاجة عندنا فلوس، مش كده؟ في رأي تشو بالفلوس حتى الناس اللي في الدرجة ايه هتنحني قدام القوة دي، وفي الاخر هيبقى تحت سيطرته. كل الاتباع هتفوا كلهم متفقين مع كلامه. يمكن التشجيع ده هو اللي خلاهم يبقوا متهورين اكتر. هم اصلا متعينين يساعدوا الكبار يغسلوا، لكن هم بيدخنوا في الحمام ومتجاهلين الكبير اللي المية السخنة بتضربه. في اللحظة دي هو بعد ما خلص ينظف الحمام جاهز ينظف البانيو. لما فتح الباب لقى المشهد ده. هوك صدم جامد، على طول ساب الممسحة ووقف قدام الراجل الكبير. أتباع تشو شتموه
خوفتنا، فكرنا انت الامن. هوك قال انهم هيروحوا بعيد قوي لو الجد ده حصل له ازمه قلبيه، لكن قبل ما يخلص كلامه لكمة جت في وشه على طول. الراجل السمين ضرب الاول وقال له انت فاكر نفسك مين عشان تقول لي اعمل ايه؟ التانيين ضحكوا وهللوا من بعيد. هوك اتضرب وما ضيعش وقت ورجع للقتال. يلا يا وحوش. لما منسو وهون جون لقوا هوك لقوه على الارض مغمى عليه. منسو راح يدور على ووكونغ عشان يساعده يعمل فرصه للانتقام، لكن ووكونغ قال احنا بره خلاص، ليه لسه نتصارع؟ لو عملت مشاكل هنا هتبقى مصيبه كبيره. لما شاف منسو ووكونغ مش هيساعد قرر يمشي، لكن في اللحظه دي صوت وقفهم. الحارس جونجي ظهر فجأة وقال لو سمعت صح منسو انت لسه منادي المراقب كانغ هيونغ. التعبيرات اتجمدت على طول وهم على وشك يشرحوا. جونك كمل كنت حاسس من فترة ان طريقة الركيب كانغ مع منسو كأنهم عيلة، ايه علاقتكم بمنسو؟ وكونغ مش قادر يشرح، وهوية منسو هتتكشف قريب. فجأة سيهون ظهر زعق في ووكونغ يا كنت بدور عليك في كل حتة، الناس دول عاملين مشاكل تاني. هي مش فاهمة ازاي الراجل ده يجرؤ يتكلم مع حارس بكل حرية. وكونغ شرح وقال يمكن كنت متساهل مع العيال دول عشان كده بيكلموني كده. جونك حذره المكان ده بيتحول لأكاديمية عصابات، المرة دي هسيبها، بس لو شفتك بتقرب تاني من الزبالة دي هبلغ المسؤولين. بعد ما مشي قلبه وكونغ خف من القلق أخيرا، ارتاح شوية، بس بالكاد كشفه مسألة وقت. منسو دب صدره بكمه لسيهان، شكره لكن سيهان رجع ضربه. ما تفهمش غلط، مش هساعدك يا ابن أمك. الموضوع سخن أكتر واتقربوا من بعض عشان يكادوا يتخانقوا تاني. في اللحظة دي وكونغ مسك رقبتهم الاتنين زي ما يمسكوا فرخة. منسو قال متألم ما تلعبش يا منسو. هيونغ مش هتساعد؟ الوحوش دول راحوا بعيد. وكونغ شاور عليه وزعقله كنت قريب تتشد دلوقتي ولسه بتقول كده؟ عايز تموت هنا طول حياتك؟ بعد كده كلف سيهان يراقب منسو من دلوقتي، رغم ان سيهان كان عايز يرفض، لكن رفضه معناه تدريب مضاعف بعدين، فوافق. بعد كده تحت تعليمات الموظفين اتعينوا يجربوا يغيروا حفاظات لكبار السن المشلولين. بعد ما غيروا شوية لما منسو جه يستعد للواحد اللي بعده اكتشف ان الشنطة اللي كانت مليانة حفاظات بقت فاضية. لما بص ورا شاف تشو أتباعه استخدموا كل الحفاضات كدرع لنفسهم وقت نشر فرقة الحفاضات. يلا نعمل حرب على الخاسر ده من الدرجة ايه؟ منسو كان على وشك يقاتل لكن سيهان وقفه ما تقاتلش، وكونغ قالك تفضل ساكت. منسو تنهد وقال مش قادر اتجاهل استفزاز زي ده. في اللحظة دي تشو كان لسه بيزعق بطريقة طفولية احنا مش بنلعب، حتى قبضنا على وحش يحمي العالم، والوحش اللي بيقصدوه هو هوك مربوط على كرسي بشريط لاصق ووشه كله مغطى بحفاظات ومتشال منه بس مناخيره. لما شاف المشهد ده غضب منسو وصل للذروة. ازاي تجرؤوا تعملوا كده لحد لسه اتأذى؟ سيهان ضرب دماغ منسو قال له يهدى، لكن منسو زعل وقال ما توقفنيش والا هنتخانق الاول. سيهان اشار الناحية التانية القتال حلو بس بص مين قدامك. تشو بيبلغ الحارس. منسو ومجموعته مستمرين يعملوا مشاكل. فعلا بعد ما سمع ده الحارس حذر مجموعة منسو لو عملتوا مشاكل اكتر هتستعدوا لتدريب تأديبي لما ترجعوا. منسو مش عايز يوقع وكونغ في اي مشكلة فاختار انه يلتزم بالاوامر. في العصر اتباع تشو خرجوا يدخنوا. الراجل السمين سأل قائدهم لسه قد ايه هنبقى تابعيه؟ كل مرة تشو بيتكلم كبير نفسي اقطعه بقوة، احنا بس ماشيين عشان الفلوس، لكنه فعلا شايف نفسه رئيس. تشو قال مش طويل قوي دلوقتي هم ماسكين مع ناس الدرجة جيم عشان يعيشوا حياتهم مرتاحين شوية، ولما تيجي الفرصة هيتقدموا، وهدفه هو المكان اللي بيجمع فيه الأقوياء بس، المنطقة اللي فيها الملابس الحمراء وامتيازات كتير. في إشاعات إنهم بيختاروا المرشح الجاي، وفي الوقت ده بيبقى موجود واحد من المرشحين الساخنين سيهون التابع بيسأل بحيرة مش سيهون خسر قدام منسو، لكنه بيقول إن ده ممكن يكون مجرد إشاعة، بس من مجرد نظرة لمنسو واضح انه ضعيف تماما. هدفه انه يهزم سيهون جامد ويثبت نفسه قدامهم. منسو فكر كويس دلوقتي ده الوقت انه يتحمل، حتى عشان يحل مشاكل اوضته مش قادر يدخل وكونغ فيها. وهو بيفكر ازاي يتجنب المشكلة دي اتعمد 2 يدوسوه وهم ماشيين ناحيته. 2 تابعين بيشاوروا عليه وهو على الارض وبيضحكوا. في اللحظة دي غضب منسو بيعميه وبيكسر عقله العقلاني. يا ولاد الحلال النهاردة هضربكم بموت. بس في كل مرة في اللحظات دي حاجة بتظهر توقفه. صدفة ان سيمين جنبهم بيديله منديل. كويس انك باين عليك كويس، انت قاسي زي وكونغ، مش بتعيط على حاجة زي دي. منسو بيسأل بفضول انت تعرفيني من زمان؟ سيمين بميل بتمسح وشه وبتقوله ده سر، لكن منسو لمح على التاج الخاص بيها ولقى مكتوب اسمها وهي ماشية. سيمين بتقوله أرجوك اعتني بأخويا. بعد ما بتمشي خالص منسو بيفكر في الأسماء جو ساهون وجو سامين،
وباللي فات قبل كده الست دي لازم تبقى أخت سيهون، وبتفكيره في ده جاله فكرة للتعامل مع مجموعة الدرجة جيم. جري على الفصل وادى سيهون ضربة وقال له دي ثأر على الضربة اللي خدها في دماغه قبل كده، عايز تحل الموضوع 1 ضد 1. سيهون كان منزل دماغه في الأرض بيقول ما تفكرش فيها، مع إن دلوقتي هو نفسه يضرب كل المشاغبين دول. في الوقت ده سيميون مستنية وكونغ على سطح في حتة ما. فجأة مشروب بيتحط على راسها، أسفة على الثقل، وكونغ بيسأل هي محتاجة إيه. سيميون بتقول بفضل مساعدته شافت سيهون، فطالما عيلة لازم تشكره. وكونغ بيقول هي كانت بتساعدني طول الوقت كمان، عملت كده عشان استفيد. سيميون بتقول عنده موهبة تخلي الناس عايزين يضربوه. بعد هزار صغير بيبتسموا لبعض، وكونغ بيسأل لو سمعت عن الملابس الحمراء، لكن من تعبير سيميون واضح إنها مش عارفة. الباقيين بيتجنبوا الموضوع أو بيرفضوا يتكلموا، مفيش طريقة نجيب بيها معلومات مفيدة. وكونغ بيقول محتاج أرجع، وإلا مين عارف منسو هيعمل إيه تاني. سيميون بتقوله ما تقلقش، وبتطلب من سيهون يراقب منسو. قبل كده لما ناس تانيين استفزوه منسو تماسك، ده شيء مبهر. وكونغ بيقول منسو ورث منه، فهو فعلا مبهر، حتى لما مش بيسمع الكلام بيعرف يتصرف صح ويقدر يعملها كويس. سيميون كمان بتقول طلبت من سيهون يراقب منسو عشان أخوها موثوق. بعد كل الكلام ده سيهون ومنسو بيتخانقوا جامد، وناس تجوا التابعين كلهم بيجوا يتفرجوا. منسو بحيرة بيقول هم ضايقوا ناس أوضتنا وعملوا مقالب وحشة على الكبار هنا، سيهون مش غضبان على ده. سيهون بيقول ده ملوش دعوة بيا، وقف كلامك وتعالى نقاتل. لكن منسو بيستمر، بيقول له باين ان الهدف الجاي ممكن يكون المتطوعين عند سيميون، مش هي أختك؟ مجرد التفكير في المقالب المخيفة بيقلقه، وده الأسلوب اللي منسو جاله بعد ما قابل سيميون. لحد ما هم لسه مش بيتخانقوا تابع تيجو بيزعجهم من جنبهم، بيقولوا هو انتوا هتتكلموا بس ولا ايه؟ واحد منهم قرب منه بسخرية وقال له مش خايف من منسو، وبمجرد ما خلص كلامه راسه خد ضربة قوية جدا. تابعين تيجو بيزعقوا بغضب، الكلام اللي قاله مش غلط. منسو بيقول مش مهتم بجمال أختهم، لكن كل ما أفكر أكتر بغضب أكتر، هخليكم تدفعوا تمن مضايقة ناس أوضتنا. في الوقت ده جارغ بيشعل سيجارة لتيجو، وده عشان يقدر يشارك في النشاط، حتى جاب مستندات مزورة عشان ياخدوا الفرصة. جو بيقول هادي ومبسوط ووعده إنه يفكر في مزايا أكتر المرة دي. بعد ما خلص الفلوس جي متواضع، دايما بتديني مصروف أنا المفروض أشكرك. جو هو مبسوط بيكمل لو سيطر على منطقة وجمع بعض فرق البناء هيدي جي مزايا أكتر، وبيقول له يلاقي طريقة يتواصل مع ناس الحجز الخاص، هروح أشوفهم بنفسي قريب. لكن جي مرعوب، بيقول ده شغل المدير، لو دخلنا ولو حصل حاجة غلط هنموت أكيد. في اللحظة دي تابع فجأة بيخرق الباب، بيزعق وبيقول الراجل سيهون بيضرب ناسنا. جي غضب وقال مش قلت لهم ما يتخانقوش؟ لكن جو جنبه بيقول له ما تتدخلش دلوقتي، عايز بس أعلمهم درس. بارك تيجو بقيادة التابع راحوا المكان القتال. المشهد كله شافته سيميون وهي مستخبية. من الناحية التانية منسو بيهتف مبسوط، بما إن وكونغ خلى سيهون يراقبه هيعمل العكس ويستغل نقطة ضعف سيهون. ده اللي بيتقال عليه محاربة النار بالنار. التلاتة اللي اتضربوا لحد ما وجعهم يعرفوا يشتغلوا مع بعض دلوقتي، بس لما يفكر في أخته اللي اتعمل لها مقلب سيهون بيغضب. المرة دي التلاتة منسقين، الاتنين متوسطين البنية بيستخدموا جسمهم يمسكوا سيهون، والسمين بينهم بيهاجمهم من قدام. منسو وهو بيبص من بعيد قرر يتدخل، ما كانش ناوي يقاتل، بس بما انك طلبت بجدية. سيهون بيقول انا ما قلتش حاجة، بس قريب سيهون بيدفع للجدار. هجوم السمين وصل بسرعة قبل ما يوصل له. المرة دي خدعة الجدار مش هتنفع، مش زي سيهون قبل كده. منسو مش قادر يمسك نفسه، الراجل ده اتقوى بعد تدريب وكونغ، لكن هو كمان ما بقاش ضعيف يتدرب زي قبل كده. سيهون بيقول له ما تقفش في طريقي، منسو بيقول له بس ما تشدش مني، وبيفكر بصوت عالي ده سهل قوي، كنت تخسر قدامهم. سيهون بيقول له ما كنتش اخسر ولا حاجة يا ابن امك. منسو بيرد عليه انت مهووس باختك، ازاي تتكلم معايا كده؟ سيهون وهو غاضب بيقول له عايز نتخانق، لحد ما بعد ما طرح كلهم بيبدأوا المصارعة. واضح انهم عايزين يكملوا الانتقام، لكن في اللحظة دي بارك تيجو فجأة بيوصل بركلة واحدة بيرمي منسو بعيد. تيجو بيسأل سيهون كنت مرشح صح؟ تعال اتخانق معايا 1 ضد 1. منسو بيسأل ده مين عشان يتجرأ. تيجو بعد ما خد الركلة بيتصرف عادي ويرجع يضرب، بيقول يلا نشوف لو تقدر كمان. منسو بيهتز وهو بيقوم. جو بيظهر قبل ما يقوم. كبير منسو، هديك عرض أخير، خلينا سيطر على منطقتك كلها، لما اخد الزي الأحمر أكيد مش هظلمك. منسو بيقول الزي الأحمر ده أكيد الراجل اللي سلفه الشامبو، بس ده معناه إيه فعلا؟ منسو بيقول له امشي، مش هسيبكوا تضايقوا الكبار بتوعنا. وفجأة كيس اسود على راسه، اتفاجئ حس بالضلمة. بعدين جو بيركله في راسه وبيقول له اسمع، وانا لسه بكلمك كويس، هدفي من السيطرة على الدرجة ايه؟ ان الاقي تابع قوي، حد قوي زي سيهون.
طبعا في نظري تيجو أقوى من سيهون، مع إن درجته في السجن كانت دي، بس قوته الصافية زي الدرجة A. من القتال معاه سيهون حاسس بده، مع إن قوة هجومه شبهه لكن تحمله أعلى منه بكتير. تيجو بيستعمل تحمله عشان ياخد الضربات وبعد كده يرد. لو كمل كده سيهون أكيد هيخسر. فاكر وكونغ قال له إن تقنياتك وطول إيدك أفضل من منسو. ليه خسر؟ عشان دي كانت ميزته الوحيدة. لو الطول هو قوتك خبيه. لو خصمك ده عنده طول وقوة وتحمل هتتخانق إزاي؟ هعلمك أسلوب قتال خاص بيك، طريقة تقويك وتغيرك خالص. سيهون وقتها بيرجع يقف وتيجو بيستهزئ بيه وبيقول له خليك واقف، احنا مش في نفس المستوى. سيهون غاضب جدا بيقول له هخليك تعرف الفرق بين المستويات. بعد كده بيهاجم بخطوة سريعة. تيجو بيزعق وبيقول له صح، وريتني كل قوتك، بس هو مش منسو وقفك قبل كده، ده هيبقى ممل شوية. سيهون فاهم مش لازم يقفل دفاعه على طول. وكونغ قال له الدفاع المستمر بيبطئ حركتك، لو دراعك نزل خصمك هيستغل الفرصة. لازم تلاحظ حركة الخصم وانت بتدافع، مش تفكر بس في رد الفعل. دلوقتي سيهون بيقدر يبدأ يلاحظ حركة خصمه. كتف تيجو مرفوع لفوق وده معناه انه هيهاجم بقوة، وكل ما سيهون يركز اكتر كل حاجة بتبقى اوضح. نمط ضرب تيجو وسرعة ضرباته وكمان توقيت رجوعه للخلف. سيهون فهم كل ده ولحظة الرد الجاية خد ضربة وتيجو بيستهزئ بيه وبيقول له ده كل اللي عندك. بعدها الوضع كله اتغير. كل ضربة منه سيهون بيتهرب منها بسهولة، وكل ضربة مضادة من سيهون بتوصل له جامد. سيهون عارف ان لو تيجو فضل يضرب كده هيخلص طاقته بسرعة زي ما حصل لما اتخانق مع منسو قبل كده. يا غبي دلوقتي فهم اخيرا ليه خسر قدام منسو، وعرف قد ايه وكونغ مرعب. مجرد الملاحظة خلت سيهون قوي بالشكل ده. قريبا سيهون خلص على تيجو، بس مفيش اي حماس على وشه. مواجهة الخصم ده كانت صعبة اصلا، لسه قدامه طريق طويل. سيهون بيفكر منسو راح فين. بيكتشف ان جو مستمر يضرب منسو والكيس الاسود على راسه. جو بيسأل منسو وصلنا للمرحلة دي ولسه مش هتستسلم؟ مؤلم صح يا ابن الحلال، بس في نظر منسو جو ضعيف جدا. مش فاهم ازاي ضربات حد ممكن تكون ضعيفة كده. منسو شاف الموقف ده قبل كده وفجأة زي ما اتضرب بعصاية تشجيع قابلة للنفخ فهم كل حاجة. مش متأكد إذا كان بسبب التدريب أو بسبب المباراتين اللي فاتوا. جو متكبر وبيستمر في السخرية. لو مؤلم ابكي، نادي على مامتك. أوه استنى، أصلك حتى مامتك مش موجودة. بعد ما خلص وبعد ما ضرب نقطة ضعف منسو قرر يوقف لعب معاه. انت تعديت الحد يا ابن الحلال. بركلة في المنطقة الحساسة منسو خلاه يحس بالألم الحقيقي، بس في اللحظة دي صوت بيطلب يعرف بيعمل ايه. جي بين على منسو مش قلتلك ما تتخانقش. منسو شرح وقال له مش انا اللي بدأت، سي هيون كان بيتضرب وانا بس ساعدته. وكونغ ركله في دماغه وقال له ده برضه قتال. بعد كده وكونغ قال لسيهون يشرح له ايه الحيلة اللي منسو عملها المرة دي. سيهون قال له بجد مش احنا اللي بدأناها، الولاد دول حبوا يضايقوا اختي ويزعجوا الجدود هنا. وكونغ اتغير تعبيره فورا. جي بيزعق وبيقول شايف ده يا حارس كانغ، قلت لك ما تقربش من الناس دي، عشان كده هم متغطرسين دلوقتي. استنى وحضر تقرير تأديبي. لكن في اللحظة دي السيم فجأة وصلت. جارغيون أظن اللي محتاج تحضره هو محكمة مش تقرير تأديبي. جي مستغرب مين دي. سيم بابتسامة طلعت موبايلها وعرضت فيديو. الفيديو بيورينا تعاملاته مع جو في المخزن. وش جي على طول اتملى بالعرق البارد. سيم بهدوء قالت له انت قبلت رشاوي وزورت مستندات رسمية، بس لما خلصت جي حاول يخطف التليفون، لكن وكونغ ما اداهوش اي فرصة. بحركة واحدة سيطر عليه تماما. وكونغ وسيم ابتسموا لبعض بفهم. الحمد لله انقذت المأزق في الوقت الصح. بعدها وكونغ اتصل فورا بالتليفون الرسمي عشان يبلغ. أول ما الاتصال اتوصل جي شرح على طول إنه مش هو لوحده اللي بيعمل كده. الحراس المسؤولين عن النزلاء بالزي الأحمر بياخدوا رشاوي أكتر. وكونغ اتصدم فورا لما سمع عن الزي الأحمر. وقت الاستفسار على التليفون غطى على جي وقال إنه كان بيبلغ عن جدول الرجوع. لما شاف إنه مش اتبلغ جي شكره بسرعة. سيجا انت كانغ، مش هنسى معروفك. وكونغ قال المرة دي هغض النظر بس بشرط تحكي لي كل التفاصيل عن النزلاء بالزي الأحمر. كانغ وكونغ مستغرب. مش المفروض مصلحة إصلاحية الأحداث دي تعيد تأهيل المراهقين المخالفين؟ جياني قال له دايما في ناس مفيش أمل فيهم، لو رجعناهم المجتمع هيسببوا مشاكل سياسية. باختصار النزلاء بالزي الأحمر موجودين عشان يمنعوا الآخرين من إنهم يخرجوا بسهولة. كانغ وكونغ مش فاهم ده مش هيخلي نظام النقاط واستعراض الإصلاح عديم الجدوى. جي قال له لسه انت صغير، عمرك شفت حد يطلع من المؤسسة دي بشكل طبيعي؟ ده شغل نزلاء الزي الأحمر. نزلاء اليمنسو اللي رجع من العمل التطوعي من أسبوع بقى على بعد 50 نقطة بس من الاستحقاق للحرية. الحراس هنا لازالوا وحشين جدا. القتالات بين الأولاد مستمرة، يمكن لأن منسو وهيان جون علموهم درس.
ولاد غرفة الدرجة سي ما بقوش يسببوا مشاكل. الحاجة الوحيدة اللي قلقت منسو دلوقتي إنه محتاج يرد على اعتراف سي في يوم التوريد الجاي. أصلا كانغ وكونغ جاب لي منسو هنا ينظف المخزن، بس المفاجأة إنه اتنظف قبل كده، وجويون كمان هنا بيمارس التدريب بدون توقف. منسو كان محتار، المكان ده متنظف أصلا، ليه جايبني هنا؟ قبل ما يخلص كلامه كانغ وكونغ حطوا في قيود. منسو محتار وكونغ بيقول له اقف مكانك. بعدين طلع كرة من صندوق مليان كرات تنس وقال فكرت في طريقة لتدريبك، من دلوقتي ايدك هتكون مقيدة، كل اللي محتاج تعمله انك تتفادى الكرات اللي هرميها، وكل كرة هتكون اسرع من اللي قبلها. منسو قدر يتهرب من الاولى بالصدفة، بس السرعة في التانية صحته زي صدمة صحوة. ده اللي ناقصه دلوقتي، ردود فعل غريزية للمواقف والخطر. منسو مش فاهم يقصد ايه بالغريزة. هو غلب جوسهون وجانغ ديبو، ده مش معناه انه مش محتاج تدريب. كانغ وكونغ سألوا فزت في القتالات دي بطريقة عادلة، أساليبكم كلها سطحية. منسو بس استغل نقاط ضعفهم. لو جوسهون كان مستعد ما كانش فاز خالص، ولو منسو ما كانش قوى رجله كان هيتغلب على جانغ ديبو ازاي؟ دلوقتي جوسي بيتعلم أساسيات القتال من وكونغ عايز منسو هو كمان يتدرب. رغم انه بيكره القتال، المكان ده خطر جدا. من ساعة جون قال له عن الزي الأحمر، كانغ وكونغ عارف لازم يقوي منسو عشان يطلع طبيعي. في نفس الوقت مشرف البناء لي كانغ مان بيكلم رئيس غرفة الدرجة C2 اللي هو لي جو شايف السجن زي المجتمع الخارجي بالظبط، بالفلوس ممكن تتحكم في النزلاء والحراس، عشان كده عايز يعزم لي كانغ مان ينضم لقواته. بالطريقة دي يمكن يتعاملوا مع غرفة الاحتجاز الخاصة بالزي الأحمر. لو لي كانغ مان وافق، لي جو هيديه 20% من أرباح الشغل، حوالي 4000 ين صافي شهريا. ولو لي كانغ مان عايز يلبس الزي الأحمر، لي جو يوعده انه هيتصرف. لكن رد لي كانغ مان خلى لي جو مذهول. قال مهما كانت الخطة حلوة، الشغل مع الضعفاء هيبوظ سمعته. لي جو بص كده وقال له فكر وهديك وقت اكتر تفكر اكتر، وكمان ليه افتكرت اني قابلتك من غير حراس او اتباع؟ مع صوت السقفة رؤساء غرف الدرجة C -2 والدرجة D 3 و1 و6 ظهروا واحد ورا التاني. 4 رؤساء غرف حوطوا لي كانغ مان، حوطوه حرفيا بالكامل. سألوه هتغير رأيك دلوقتي؟ لي كانغ مان شال نظارته وقال لهم مش وحش، تستخدم الفلوس لتجنيد مقاتلين مهرة، بس انت بتعتقد 4 أشخاص يكفوا؟ في الوقت ده منسو وهو بيتجنب كرات التنس اللي وكونغ بيرميها اتأقلم، حركته دقيقة وكمان تفاديه مظبوط باستخدام أقل حركة ضرورية. منسو عمره ما اتعلم حاجة زي دي قبل كده، ممكن نقول موهبته من أعلى مستوى. لما شاف وكونغ التدريب فقد فعاليته، بدأ المرحلة التانية. في المرة دي الكرات مش هتروح في خط مستقيم، هترتد تاني. معدل الرمي كمان زاد، ده بيجبر منسو يواجه كرات من كل الجهات ويشوف الردود الغريزية. الهجمات من الزوايا العمياء صعبة حتى على المحترفين. التدريب ده محتاج خبرة مع الهجمات من زوايا مختلفة وتنمية ردود فعل غريزية. منسو مش فاهم ليه مقيد ايده، وكونغ شرح الايدين للهجوم والدفاع، تستخدمهم بس لما ما تقدرش تتفادى او تصد. وجويون بعد فترة تدريب تقدمه كان واضح اكتر من المتوقع، لكن الطريق لسه طويل، وكونغ موجود بس عشان يوجه التدريب. اللي يقويهم مش هو لكن نفسهم. التدريب اللي رتبه لهم وكونغ المرة دي هيبقى صعب جدا. لو اتحملوا قدراتهم هتظهر، ولو ما قدروش قدراتهم هتفضل مجرد امكانيات. وفي نفس الوقت كانغ وكونغ فضول يعرف مين الأقوى بعد التدريب. في الوقت ده الحارس جه فتح الباب لاجتماع لي كانغ مان ولي جو السري. لي كانغ مان خلص على ال4 رؤساء، بس لي جو باقي مستجدب يطلب مساعدة من جيان اللي لسه واصل. مش عارف ان جيان ولي كانغ مان شكلوا تحالف. الاجتماع ده خطة منهم، الهدف انهم يبتزوا شفرة مكان لي جو خارج السجن. ناس لي كانغ مان حسب العنوان اللي هو اعطاه لهم سيطروا على مكان لي جو، جواه حوالي 200 مليون حسب الاتفاق. جيان هياخد 10%. لي كانغ مان قال له هيتحولوا له النهارده، بس لو جيان راح وقال للناس في الغرفة الخاصة انه عايز يشوفهم. تاني يوم لما منسو راح المطبخ يشتغل، جانغ ديبو قال له محرج انه مش هيقدر يشتغل هناك. الحارس جيان شرح من على جنب انه فريق المطبخ زايد دلوقتي، محتاجين يقللوا ناس، وسأل منسو لو حابب يروح فريق البناء اللي فيه مكان فاضي. منسو شاف استمارة التقديم متردد شوية، قال في نفسه ده فعلا كويس من غير إذن وكونغ، وممكن يبوظ الخطة الأصلية يا ترى، لكن تحت ضغط جانجي دي الطريقة الوحيدة لكسب نقاط دلوقتي. منسو وهو مستسلم وافق. جانغ ديبو بيبص وراهم وهو ساكت وبيتمنى في قلبه إن منسو يكون حذر. بعد كل ده إنه ينتقل من المطبخ لفريق البناء جزء من خطة حد. قريب منسو وصل لمكان شغل البناء،
شاف الوجوه المخيفة وسأل نفسه هل دول فعلا طلاب زيي؟ بيتمنى المشرف هنا ما يكونش زي جان غديبو، لو متسلط زي الراجل ده هتكون مشكلة كبيرة. في اللحظة دي المشرف لي كان غمين قرب، قال لتابعيه يكونوا لطفاء وما يخوفوش من سوء اللي جاي يساعدهم. كمان اداه جوانتيات، عرف نفسه وقال له أنا المشرف لي كان غمان، الشغل بالإيدين مكشوفة هيأذيك. وبعدها أوصى تابعيه إن دي أول مرة من سوء يشتغل على الماكينات، ساعدوه يتعود. وقال لمنسو لو واجهت أي مشكلة ممكن تقولي في أي وقت. منسو حاسس إن النقل لفريق البناء كان اختيار صح. المشرف لطيف وودود، مختلف تماما عن جان غديبو، لكن مش فاهم إن عيون لي كانغ بتراقبه من الظل زي ذئب جائع. قريب عن طريق التلاعب من ورا الكواليس، نزيل بالزي الأحمر بيخرج من غرفة الاحتجاز الخاصة، بيشتكي للحارس عن حياة الأولاد هناك. المكان ريحته مليانة عجائز وحشة، الحارس بيحذره إن عنده 5 دقايق بس، خلص شغلك وارجع تاني. ولما الحارس فتح الباب دخل السجين اللي لابس الهدوم الحمراء على أوضة لي كان غمان. لكن اللي محدش كان متوقعه إن السجين ده في الحقيقة بنت اسمها بارك هايون. الناس اللي حواليه اتلخبطوا، إزاي ممكن يكون في ست جوه مركز إصلاح شباب للرجالة رغم إنها شكلها شوية شبه الراجل. لكن في اللحظة دي لي كان غمان طلب منهم يغطوا راسهم ويقفلوا ودانهم. لما سمعوا الكلام ده كل الناس نفذت على طول. بارك هايون سألت لو هم بيتظاهروا بمظهر ولاد الحرامية الصغيرين. لي كان غمين قال لحد مد الإشارة الناس دي مش هتشوف ولا تسمع حاجة. بارك هايون سألت لو هو لي كان غمان، وقالت إن شكله عجبها. لي كان غمين قال لها إنها مش نفس الشخص اللي قابلها قبل كده. بارك هايون شرحت إن كيم هو ريونغ عنده شغل تاني. ليه زعلان؟ مش عاجبك؟ لي كان غمين عدل نظاراته وقال مش زعلان، بس شخص جديد يعني. بارك هايون غطت وشها بطريقة مبالغ فيها وقالت إن نظراته محرجة. لي كان غمين حسب في دماغه إنها ضعيفة جسمانيا ولسه لابسة هدوم حمراء، حاجة غير متوقعة. سألها إزاي وصلت للمكان ده. بارك هايون رفعت 3 صوابع وده عدد المرشحين رجع 3. لي كان غمين استغرب ليه لسه 3 مع إنه اتأكد إن جان غديبو وكمان جو يون تم التخلص منهم. بارك هايون قالت إن الأول هو نفسه لي كان غمان، والتاني فريق الصيانة هاون غتشول، والتالت رئيس أوضة لي منسو. فجأة لي منسو شارك في ترشيح لي منسو كمرشح. لي كان غمان استغرب جدا وقال إنه أثبت قوته قبل كده ومش فاهم ليه لسه مجرد مرشح. بارك هايون ابتسمت وقالت له إنه ما أثبتش حاجة وكل اللي عمله كان بفضل أخوه لي كانغ، وحتى لو النمر ورا أرنب الأرنب لسه أرنب. لي كان غمان توقف للحظة مش فاهم إزاي هي عارفة عن أخوه. بارك هايون قربت ودنها وقالت له أرنب صغير تقدر تثبت قوتك من غير النمر. لما سمع الكلام ده لي كان غمان شال نضاراته وقال لها لو غلبتك دلوقتي ده هيثبت قدراتي، وده عمل صداع لبارك هايون. قالت له واضح انك مش جاهز لسه، وهي الاجواء متغيره فجاه. قالت له مش ضعيف. لي كان غمان اتحسس الرهبه، حس ان الشخص اللي قدامه مش اقل منه. بارك هايون قالت له ما تاخدش الموضوع بجد، لي كان غمان لسه مرشح قوي وعشان كده هي عايزه تقابله شخصيا، وطالما غلب واحد من المرشحين هتعتبر ده دليل لما يجي الوقت هي وهو ريونغ هيساعدوه يتقدم. بعد ما بارك هايون بتمشي اعصاب لي كان غمان بترتاح شويه، مش فاهم ازاي كان متوتر قبل كده. المهم دلوقتي انه محتاج يغلب واحد من الاتنين، وليه منسو اللي في فريقه ممكن يكون خيار مناسب. بس لما شافه ضعيف الجسم مش باين انه يغلب جان غديبو وجويون فقرر يجربه شويه. عند اشاره لي كان غمان بعين 2 من مساعديه فهموا على طول. لي منسو كان بيشتغل مبسوط وفي اللحظه دي جات له مطرقه ناحيته. لي منسو اتفاعل بسرعه والمهاجم اعتذر وقال مش قصده. بعدين وهو ماشي ناحيه منطقه تانية تعثر بسلك وتحت منه لوح مليان مسامير قريب جدا من عيونه. المهاجم اعتذر برضه. ده خلى لي منسو يحس ان في حاجه غلط. هل دي حوادث عاديه ولا مقصوده؟ قبل ما يفكر اكتر المساعدين حواليه حصروه تحت ذريعه تعليم لي منسو استخدام المنشار. سيطروا على ايده ودفعوه ناحيه المنشار الدوار. قبل ما ايده تتقطع فجاه حد قطع الكهرباء. الدنيا ضلمت كلها. لما النور رجع تاني ال3 كانوا واقعين على الارض. لي منسو قلب براءه انه ما ضربهمش، لكن لما شاف الناس بتتجمع حواليه فهم ان ده فخ معمول ليه. لما شاف ان شولسو وجان غسيان غهين بيقتربوا ما كانش عارف يقاوم ولا لا. لو حاول غالبا هيخسر نقاط. بعد تفكير قرر يصرخ عشان يجذب انتباه الحراس. 2 حراس سمعوا الصراخ وشافوا كل اللي بيحصل، لكن في الثانيه اللي بعدها كملوا كلامهم كأن مفيش حاجه. ده خلى لي منسو محتار ويبدو ان الحراس كمان معاهم، وهجمات شول وجانغ بقت عليه. في الوقت ده جويون لسه بيتدرب زياده في المخزن. كانغ وكونغ قال له خلاص متاخر لازم ترجع، لو اتاخرت عن ترتيب المخزن هيشتكوا. لكن جوي هان
قال جولة واحدة كمان، المرة دي هيعدي المرحلة الأولى. بعدين لي من سو وهو بيتعامل مع الهجمات اتجنبهم بسهولة، وده لأنه مش عايز يعمل مشاكل، ما كانش ناوي يقاوم، وكل اللي عايزه يكسب نقاط ويخلص. لي كانغ من هيواجهه هو شخصيا. لما الحراس خرجوا لي من سو ما بقاش مخبي قوته، كان عايز يقاوم بس لقى اللي قدامه ضعيف شوية، مش فاهم هو أقوى منه ولا هم ضعفاء جدا. بعد شوية خلص من شول وجانغ. لي كانغ من اتأكد إن مش حظه كده وبس. لي من سو سأل هو عمل إيه عشان يستاهل الخيانة دي؟ لي كانغ من قال له إحنا الاتنين مرشحين. لكن لي من سو أصلا ما كانش عارف أي حاجة عن المرشحين، هو بس عايز يكسب نقاط. لما سمع الكلام ده لي كانغ من شال نضاراته بغضب، لأنه مضطر يقارن نفسه بواحد مش عارف حاجة، فقرر يواجهه شخصيا. لي من سو قال لو عايز تضرب قول على طول، الحرب بين الاتنين قربت تبدأ. واحد من المساعدين سأل سجين كبير مش ده زميله في الغرفة؟ أول ما بدأوا لي من سو حس قد إيه خصمه مرعب، سرعة ضرباته مختلفة تماما عن اللي قبل كده. لي من سو بالكاد قدر يتفادى وحس بتعب شديد جدا. ضربات لي كانغ متقدمة زي المفترس اللي ماسك فريسته، خطوة خطوة من غير أي رحمة. ده خلاه يحس إنه محتاج يلاقي فرصة يرد، لكن قوة لي كانغ كانت أكبر من توقعه. ضربة واحدة اتشدت بإيده، باين إنه متعلمش الهجوم صح. هل هو كان كده لما حارب الآخرين؟ يبدو إن جويون وجانغ ديبو ما كانوش جامدين كده. ضربات لي كانغ سريعة وقاسية مستمرة تضغط على لي من سو اللي بس بيقدر يتفادى. في اللحظة دي لي من سو استغل فرصة ضربة ضاعت، حاول يرد لكنه خد كوع في دماغه. في القتال الاحترافي الفتحات الظاهرة أحيانا في خخل الخصم. بعد عشرات التفاديات شاف فرصة في صدر خصمه، لكنها كانت فخ تاني. لما حاول يضرب لي كانغ ركله ركلة أمامية، وبالزخم حط رجله على دراع لي من سو المرفوعة. ضربة ركبة جت عليه بسرعة. في اللحظة دي حس لي من سو إنه خلاص، لكن فجأة إيد غريبة وقفت ركبة لي كانغ. كانغ وكونغ جه في الوقت الصح ووقف القتال. عينيه اتجمدت وقال القتال ده يخلص هنا، لو كملتوا هدخلكوا الحبس الانفرادي. لي كانغ من استغرب امتى جه، وواضح انه مش من فريق البناء. كانغ وكونغ سأل في مشكلة وليه الحراس التانيين ما وقفوش القتال ده؟ ما تقولوليش انهم كانوا سايبينكوا. 2 حراس بسرعة شرحوا انهم راحوا يدخنوا. بعد كده كانغ وكونغ خد لي من سو وداه على العيادة. لي من سو سأل ليه مش غضبان؟ كنت فاكر هتغضب اني دخلت في قتال. كانغ وكونغ قال مش عارف السبب ليه، بس ليه رحت فريق البناء؟ لي من سو شرح انهم قالوا ان فريق المطبخ قللوا الموظفين، والمكان الوحيد لكسب نقاط كان فريق البناء. لكن كانغ وكونغ فهم انه مفيش امر رسمي بتقليل فريق المطبخ. فكر كويس، حاجة مشابهة حصلت قبل لما من سو تعين في المطبخ. واضح ان حد مستهدف لي من سو. لي من سو كان بيشتكي وهو متضايق شوية، زي ما حصل في القتال مع جويون، ما قدرش يضربه ولا يتفادى كل ضرباته. كانغ وكونغ قال ده طبيعي، الراجل ده غالبا درس فنون قتالية زي الكيك بوكسينج، فمش زي جويون والتانيين، مش هيتغلب بشوية خدع واستراتيجيات، لازم يقوي جسمه. فخطط يبدأ تدريب المرحلة الثالثة لي من سو، وقبل ما التدريب يخلص هيقعد معاه في فريق البناء. رغم انه مش عارف مين ورا المؤامرة دي، دلوقتي لازم يركز على تقوية من سو ويستنى الفرصة يواجه الشخص اللي في الظل. المصاحبة دي من كانغ وكونغ سببت لي كانغ من انه ما يلاقيش اي فرصة يتعامل مع لي من سو. رغم انه سرق ملف كانغ وكونغ الشخصي من الحارس، ما قدرش يلاقي نقطة ضعف. حسب ان لو يوم واحد بس كانغ وكونغ ساب المكان، هيستغل فرصة ويطلع موبايل من الدرج، وده عشان يتصل بالشخص التاني ويطلب منه يساعده ويحذره انه ما يقولش لأخوه. بعد اسبوع في ليلة معينة كان كانغ وكونغ واقف في الشارع بيتابع الساعة ومستني حد، والحد ده كان غثمان. غثمان مشطت شعرها واعتذرت لأنها اتأخرت. كانغ وكونغ قال لها ولا يهمك، هو كان متوقع كده، عشان كده اتأخر نص ساعة برضه. والمقابلة بتاعتهم في الشارع كانت تحت المراقبة عن طريق كاميرات المراقبة. أتباع لي كانغ من اكتشفوا نقطة ضعف كانغ وكونغ. بعد ما غوسامن وكانغ وكونغ ودعوا بعض وافترقوا، عربية سودة تتبعت غوسامن لمدخل زنقة. شوية من أتباع لي كانغ من نزلوا من العربية. غوسامن سألت بتعملوا إيه؟ وقال لها واحد منهم إن لازم تيجي معاهم. غوسامن قالت مفيش مشكلة، بس لازم تطفي السيجارة الأول، بحاول أبطل تدخين وكده. في الوقت ده في مكتب المدير سأل جونجي عن نشاطات كانغ وكونغ الأخيرة. جونجي رد إن كانغ وكونغ مهووس بلي من سو، ومن ساعة ما حول لي من سو لفرقة البناء وشه متغير. هو بيروح دايما لفرقة البناء وكأنه بيحمي لي من سو بشكل مقصود. المدير سأل إذا في حاجة تانية، وجونجي قال إن كانغ وكونغ سأل مؤخرا عن الزي الأحمر للسجن. المدير قال إن السبب الأول لتحويل لي من سو لفرقة المطبخ
كان اختبار رد فعل كانغ وكونغ، عشان كده بعت جانجي وكانغ وكونغ يشتغلوا مع بعض في التطوع. رغم ان تحويل لي من سو لفرقة البناء كان جزء منه طلب من القسم الخاص، في الاخر الموضوع كله بيرجع لشك المدير في كانغ وكونغ. هو الوحيد الممنوع من الوصول لشبكة الجيش، وكل المعلومات عنه جاية من الملفات اللي وصلته. فالمدير كلف وكالة خارجية تعمل فحص خلفية عنه، والنتائج هتيجي قريب. ولحد ما تيجي، شغل جانجي انه يواصل مراقبته. جانجي سأل بفضول: طبيعي اننا نراقب كانغ وكونغ، بس ايه سبب اهتمامكم بلي من سو؟ المدير رد بهدوء وقال: عشان شكله شبه حد. في الوقت ده لي من سو كان بيغتسل في الحمام، مش واخد باله ان فخ اكبر بيقرب منه بهدوء. مرت اسبوعين من معركته مع لي كانغ مان، ومع انه بيتدرب باستمرار مش واثق انه يقدر يهزمه. لي كانغ مان نوع الشخص اللي ممكن تهزمه القوة النقية بس، وعشان كده لي من سو لازم يوصل على الاقل للمرحلة الثالثة من التدريب. في الوقت ده الواد ابو شعر ابيض سمع حد بيطلب منه يرمي الصابون، لكن ايده انزلت ورماه ناحيه وونغ هوك. الصابون قرب يضرب وونغ هوك من وراه، لكن لي من سو وكانه حاسس بالخطر مسكه مباشره. لي من سو قال لمونه يونغ جون يكون اكتر حذر وما يوقعهوش تاني. وابو شعر ابيض كان مليان دهشه، مش فاهم ازاي لي من سو عمل كده من غير حتى ما يبص. وجسم لي من سو كمان بقى اكتر عضليه. بعد ما خلص الحمام، حد سأله ليه الحارس كانغ ما جاش النهارده. لي من سو قال ان الحارس خلى ضابط تاني يقول له يروح يرتب المخزن النهارده. في الوقت ده السجين الكبير تشانغ قرب من لي من سو وطلب يتكلموا لوحدهم شويه. لي من سو قال له مش انت في فرقه البناء برضه؟ وفهم ان هو اللي فصل الكهرباء وانقذه المره اللي فاتت. تشانغ قال انه لسه مش فاهم قد ايه لي كانغ من مرعب، وبعدين نزل بنطلونه قدام لي من سو. في الاول لي من سو اتفاجئ ومش فاهم، وبعد ما شاف الندبة اللي على فخذ تشانغ بدأ يفهم الموقف. تشانغ قال انه كان صديق ومساعد لي كانغ مان، وكان زعيم العصابة اللي مسيطر على منطقة دونغ. شاف لي من مرة واحدة وعرضه واتعرض للعقاب القاسي. تشانغ كان عايز لي من سو ما يروحش لفرقة البناء تاني عشان ممكن يتعور جامد، وكمان يتبعد بره المؤسسة. لي من سو قال انه لو الحارس كانغ مش موجود مش هيروح. تشانغ صدقه مؤقتا، لكن لي من سو فكر ان لو خطته وخطة كانغ وكونغ محتاجة ممكن يضطر يقاتل تاني. في الوقت ده لي كانغ من بيتصل بأتباعه عشان يعرفوا الوضع ويبلغوا كانغ وكونغ فورا لما يجيبوا الشخص للمخبأ، ويتأكدوا بس انه ما يوصلش للمؤسسة النهارده. أتباعه سألوها يعملوا ايه مع البنت بعد كده. لي كانغ من قال لهم يعملوا اللي هم عايزينه. أتباعه كانوا فرحانين جدا، شكلها هتبقى ليلة احتفال. غسامن كانت مربوطة في العربية وتعابيرها فيها صدمة، ما كانتش متوقعة ده خالص من المكالمة اللي قبل كده. في أتباع لكانغ من جوه المؤسسة، الهدف من ربطها كان تأخير كانغ وكونغ. في الحقيقة هم شافوا الناس دول بيتبعوهم من امبارح. كانغ وكونغ قال لها إن هدفهم يا إما هو يا إما هي، ممكن يكونوا الجانب المظلم المخفي للمؤسسة، أو المجرمين الحقيقيين اللي عايزين يورطوا من سو، أو الناس اللي ليهم علاقة بالزي الأحمر. هو كان مستعد يكون الطعم، لكن كانغ وكونغ كان قلقان إن الهدف هيكون غسامن ومن سو. غسامن ومن سلموه مفاتيح الموتوسيكل وقالوا له لو هي اللي مستهدفة أكيد هتيجي تنقذني في الوقت المناسب، صح؟ وفي اللحظة دي موتوسيكل كان ماشي ورا العربية السوداء مباشرة. في الوقت ده جوه المؤسسة لي تشانغ واجه لي كانغ مان وقال له يوقف استهداف لي من سو، مع إنه مش فاهم ليه مختار ليه كهدف. قال له إنه بيحاول يكسب نقاط بس. لي كانغ مان سأل ليه يسمع له. تشانغ قال له عشان هو كمان عضو في فرقة البناء، بس هو مش المساعد اللي كان قبل كده. بيكلمه كصديق طفولة، كانوا أصدقاء مقربين في المدرسة الابتدائية. بعد ما خلصوا الابتدائية لي كانغ من بدأ يسيطر على أعمال أخوه، وتشانغ درس واهتم بأمه، وظروفهم المختلفة خلتهم يبعدوا عن بعض تماما. لما دخل تشانغ الثانوية أخد رخصة سواقة واشتغل في توصيل الطلبات. صاحب المطعم بعد ما فهم وضعه ساعده بالموتوسيكل. بفضل ده تشانغ قدر يشتغل كعامل توصيل، وبدا قدر يصرف على مصاريف علاج والدته. واحد من عناوين التوصيل كان مصنع مهجور. المصنع ده كان مكان تجمع عصابة لي كانغ مان. هنا تشانغ قابل لي كانغ مان تاني بعد سنين كتير. لي كانغ مان سأله إذا عايز يكسب فلوس بسهولة أكتر عن طريق إضافة صراصير للأكل، وبعدين يسيبوا تقييمات سلبية كتير، وبعدين يخلي الناس اللي بيوصل لهم الأكل اللي مليان صراصير يدوله تقييمات سلبية كتير في تعليقات محلات التجار، واللي بتخلي التاجر مش قادر يكمل شغله. ولو عايز يمسح التقييمات السيئة لازم يدفع لهم. تشانغ البريء والجاهل انضم ليهم وحقق أول فلوس حقيقية في حياته. لو الموضوع استمر قريب هيقدر يدفع فواتير مستشفى والدته. لكن صاحب المطعم الصيني اللي كانوا بيرهبوه مات بعد فترة قصيرة. لما تشانغ عرف اكتشف ان العم اللي كانوا بيرهبوه هو نفس صاحب المطعم الصيني اللي ساعدوه قبل كده. في اللحظة دي فهم ان العم الطيب مات بسببه. وقع في شعور بالذنب الشديد، عشان كده راح يدور على لي كانغ مان، وكان عايزهم يسلموا نفسهم مع بعض.
لكن لما لي كان غمين سمع ده مسكه من رقبته وقال له لو كان عندك أي نية تسلم نفسك ما كنتش بدأت في الموضوع ده أصلا. أنا اديتك طريقة تكسب بيها فلوس وانت عايز تسلم نفسك؟ انت عارف ان انا عمري ما بسامح التجار. وبعدين لي كان غمين طعنه بقلم حديد في فخذه وقال له لو قلت الكلام ده تاني هقتلك. وفي نفس الوقت اخو لي كان غمان اللي اسمه لي كان غوان وصل المكان. هو كان الزعيم الحقيقي للعصابة دي. لي كان غوان قال لأخوه انهم تم كشفهم والشرطة جاية قريب، كان لازم يخبوا الموضوع، لكن كان في ضحايا كتير وحتى موت. لي كان غمين اقترح يسيب الشخص ده يتحمل المسؤولية، لكن أخوه قال له إن الموضوع مش يتحل بتضحية تابع واحد، فخلى لي كان غمين القاصر يتحمل جزء من المسؤولية. بعد كده تشانغ ولي كان غمان اتبعتوا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل. تشانغ قال دي أول مرة يتكلموا وش لوش من ساعة ما حصل اللي حصل يعني. لي كان غمين قال إنه جه عشان لي من سو، لكنه كان عنده أفكار مشابهة وكان مخطط أصلا يقابله عشان لي من سو، بما إنه منع كانغ وكونغ وما كانش عنده وسيلة يتواصل مع لي من سو. تشانغ استغرب وسأل هو يقصد إيه. في اللحظة دي تم تثبيته على الطاولة بواسطة التابعين. لي كان غمين قال له تعرف ليه أخدت منصب مشرف البناء المزعج؟ عشان في فرقة البناء لو حد اتصاب أو بقى غبي محدش هيشك في أي حاجة، واللي هو ناوي يعمله إنه يقطع واحد من صوابع تشانغ كهدية دعوة لي من سو. وفي نفس الوقت تابعي لي كان غمان وصلوا للمخبأ، وطبقا للتعليمات بعتوا رسالة لكانغ وكونغ يجي لوحده قبل الساعة 12. يا ترى كانغ وكونغ هيعمل إيه؟ هل هيقدر ينقذ غوسامن؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من الحكاية. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. أشوفكم على خير في الجزء الجاي من الحكاية. سلام.